هل جي بي تي 5 احسن من كلود سونيت 4 ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض من خلال المقارنه ما بين الاتنين موديلز دول. جي بي تي 5 ظهر من 3 ايام، وصراحه هو عامل ضجه شويه لان الكليم او الادعاء بتاع ان جي بي تي 5 يعتبر من افضل المودلز في الكودينج. طيب ليه الكلام ده بيتقال؟ لو بصينا كده هتلاقي الراجل اللي اسمه جريك ده كو فاوندر في اوبن اي اي، وقايل ان كيرسور اللي هو الاي دي اي، ولو مش عارف يعني ايه كيرسور فاحنا عملنا عنه كورس مكثف وشرحناه بالتفصيل، هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن. فقال ان جي بي تي 5 هو ده دلوقتي البيست كودنج موديل في العالم، وهو ده الديفولت بتاع كيرسور. طيب ايه تاني؟ برضو عندنا مقال تاني من شركة كيرسور نفسهم، كل واحد في التيم منهم برضو شكر في جي بي تي 5 وقال ان هو ايه من افضل الكودنج مودلز. فاحنا في الفيديو ده هنحاول ان احنا نقارن ما بين سونيت 4 ثينكينج وجي بي تي 5، ونشوف هل فعلا جي بي تي 5 يستحق ان احنا نعمل له سويتش ولا لا. بس قبل ما نبتدي المقارنه بتاعتنا تعالوا كده نقرا مع بعض كام مقال. واول مقال معانا وهو من شركه اوبن اي اي نفسها، وهو الاعلان عن جي بي تي 5. اول حاجه هو ضافوا بعض المميزات في الموديل ده، ان اوتوماتيكلي يقدر يريزون مع نفسه. يعني انت ما بقتش محتاج انك تختار مثلا 4 او اللي هو الريزوننج موديل، واتكلمنا عن القصه دي في الرول بروبتنج كورس، فارجع له تاني هتلاقينا احنا شارحين كل موديل بالتفصيل. لا، القصه دي خلاص ما بقتش موجوده، هو موديل واحد وهو اوتوماتيكلي يقدر يسync مع نفسه. احنا ما يهمناش كل المقاله دي او كل الكلام اللي بيتقال قوي، احنا يهمنا الجزء بتاع الكودنج بتاعنا. فالجزء بتاع الكودنج هو كان البروميس او الوعد بتاع جي بي تي 5 ان هو يقدر يجنريت كومبلكس فرونت اند ابلكيشنز، يقدر يعمل ديبوجنج اللارج ريبوزيتوريز ويطلع نتائج بالمنظر ده. وحاطين هنا لينك المقال تاني برضو لو عايز تبص على ديتيلز اكتر، وبرضو في شويه ديتيلز هنا حلوه في المقال ده برضو اللي هو اللي بيتكلموا عليه. قالوا ان هو ستيت اوف ذا ارت، يعني هو يعني اجمد حاجه في الكودينج. طيب ليه بيقولوا كده؟ لانهم بيقولوا ان هو اخد 74.9% على حاجه اسمها السوفت وير انجينيرنج بنش ماركينج. تعالوا كده نعمل سكرول بس سريعا لتحت، ولو بصينا على الجزء ده هنلاقي هنا هم قايلين ان هو اخد سكور اللي هو ال 74%. ومبدئيا للي ما يعرفش ايه هو السوفت وير انجينيرنج بنش ماركينج لللارج لانجوج موديل، ده باختصار شديد اللي بيحصل لما بيطلع لارج لانجوج موديل وعايزين نقيس الكفاءه بتاعته في الكودنج. فبيعملوا ايه؟ بيبقى في ايشوز على الجيت هاب، واللارج لانجوج موديل لما بيطلع بياخد الايشوز دي وبعدين بيحاول يعمل بيها بول ريكويست، وبعدين بنعدي النتيجه دي على يونت تيست، فبناء على النتيجه دي بنبتدي ندي لللارج لانجوج موديل ده سكور. فاحنا لو رجعنا تاني للمقال بتاعنا هتلاقي هنا ايه؟ هم قايلين ان جي بي تي 5 بيعدي او 3 حتى في السكور وفي السرعه كمان. يعني احنا لو جينا كده بصينا على الشارت ده هتلاقي هنا جي بي تي 5 الريزوننج بتاعه لما كان مينيمال طلع 1900 توكن وكان 60% اكيورسي. طيب لو على برضو شويه قال لك الايفورت بتاع جي بي تي 5 كان له طلع 4200 و69% اكيورسي. طب بص بقى هنا او 3 لا، كان الايفورت بتاعه له وطلع توكنز اعلى وكمان اكيورسي اقل، فبالتالي هو افضل من او 3. ولكن مش هي دي قصتنا، وعموما الارقام دي ممكن ما تعكسش الريل كيس سيناريو اللي احنا بنقابلها كل يوم. في نقطة تانية برضو مهمة حابب اتكلم عنها في المقال الاولاني خالص اللي هو ده، برضه هم كاتبين هنا ايه اللي هو السوفت وير انجينيرنج بنش مارك. احنا اتفقنا ان جي بي تي 5 اخد 74.9. طيب كلود 4 سونيت كان اخد كام؟ اللي هو سونيت 4 اول لما اعلنت عنه شركه انتروبيك، ده كان بيلعب من 72 ل 80، خلينا نقول 72 وخلاص. فالمفروض بناء على الكلام اللي اتقال ان يكون جي بي تي 5 اذكى واحسن من سونيت 4، مش بالفرق الكبير ولكن على الاقل الاثنين لو احنا بنتكلم على الورق فالمفروض يطلعوا لنا ريزلتس متشابهه شويه. برضه حابب امنشن واحد من ضمن الناس التقيله في الكوميونتي بتاع الاي اي، وفي نفس الوقت هو الراجل الساعد في الكرييشن بتاع جينجو فريم ورك. الراجل ده نزل مقال برضه عن جي بي تي 5، وقال هنا فيه جمله جميله جدا. يعني قال I have found it to be a very sensible default for everything that I want to do. يعني أنا لقيت إن جي بي تي 5 ده يعتبر هعتمد عليه في كل حاجة بعد كده، سواء كودينج أو سواء رايتنج أو أي حاجة تانية. إحنا كل الكلام ده أنا حبيت بس أمنشنه على أساس إيه؟ نشوف الورق هيماتش الواقع ولا ده مش هيحصل.
لان في ناس دلوقتي منقسمه بتقول ان جي بي تي 5 ده مجرد هايب، يعني زيه زي اي موديل بيطلع بياخد ضجه شويه وبعد كده بيختفي، وفي ناس بتقول لك لا، ان جي بي تي 5 ده فعلا يستحق الضجه اللي معموله عليه، وان هنسويتش من سونيت 4 او ايا كان الموديل وهنموف لجي بي تي 5. وتعالوا بقى نشوف هنقارن بقى الاثنين موديلز دول ازاي. اولا هنقارن الجنريشن بتاع جيم، يعني ايه؟ يعني احنا هندي برومت لسونيت 4 وجي بي تي 5 ونشوف هل هم هيطلعوا لنا جيم قويه وكويسه ولا لا. واول جيم معانا انا اخترتها وهي السنيك جيم، اللي هي لعبه السلم والتعبان دي. فانا رحت كلمت جي بي تي 5 قلت له ايه، قلت له اكتب لي برومت انا هديه لكيرسور، هتستخدم البلين جافا سكريبت، مش عايز اي سيرفر ان هو يرن. والبرومت ده احنا هناخده بقى كوبي بيست وهنحطه في كيرسور الجي بي تي 5 وهنحطه لكلود سونيت 4 السينكينج. فتعالى ناخده كده كوبي بالمنظر ده كده، وبعدين نفتح كيرسور. عندنا هنا اتنين فولدرز، واحد بتاع جي بي تي 5 والتاني بتاع سونيت. ف طيب اول حاجه هتلاقي هنا في كيرسور ان جي بي تي 5 جاي باكتر من نوع. في حاجه اسمها جي بي تي 5 بس، وفي حاجه اسمها هاي، وفي حاجه اسمها لو. ايه بقى الفرق ما بين الثلاثه؟ لو ده اللي هو المينيمم ايفورت، او لما هيجي يسync او يريزون هو هياخد، مش هيريزون جامد قوي زي مثلا الميديوم او زي الهاي. طب ده هيفرق معانا في ايه؟ ده هيفرق اولا في سرعه الريسبونس، يعني هيبقى الرد اسرع. ثانيا الكونتكست، واحنا كنا اتكلمنا عن موضوع الكونتكست ده في فيديو كونتكست انجينيرنج، فارجع له. فهنلاقي الكونتكست هنا بيبقى اقل، فبالتالي احنا مش بندفع فلوس اكتر بناء على الكونتكست الاقل، لان هو مش هيقعد يفكر كتير وهيقعد يبص على الفايلات وبعد كده يقعد يفكر في ستيبس. لا، هو الايفورت بتاع التفكير بتاعه قليل. وعندنا الميديوم وعندنا الهاي. طب هنقارن ما بين الاثنين على ايه؟ هنقارن على الميديوم، لان كان في برضو مقاله اللي هي دي اسمها جي بي تي 5 برومتنج جايد. هما كانوا بيقولوا هنا ان معظم الايفورتس اللي انت بتحتاجها ان دي تو دي يعني غالبا هي ممكن تتنجز على الميديوم او اللو. فاحنا لا، هنقارن على الميديوم اللي هو ده جي بي تي 5، وهنقارن كلود 4 كلود سونيت 4، بس هنديله برضو السينكينج علشان تبقى المقارنه ايه نوعا ما عادله. وتعالوا نبست الاثنين برومتس هنا وهنا ونشغل الاثنين ونشوف ايه اللي هيطلع لنا. صراحة أثناء ما كلود شغال أنا عجباني قوي فكرة التودوز هنا. ممكن يكون دي لسه الكيرسور تيم ما عملش امبلمنتيشن لفكرة اللي هي التاسكات تدو. يعني هو لما جه فكر، بص كده، فكر الأول وعمل بلان وبعدين إيه ورانا، يعني ككيرسور ورانا ايه الخطوات اللي هو هيعملها. برضه هنا ده نفس الكلام، يعني انت برضه لو بصيت على الصوت هتلاقيه برضه فكر وعمل برضه بلاننج. بس يعني كشكل اظرف، انا شايف الشكل ده اظرف طبعا، ولكن مع الوقت اعتقد ممكن نلاقي حاجه شبه كده في جي بي تي 5. جميل جدا. يعتبر كلود سونيت خلص نوعا ما. فتعالوا كده نشوف هو دلوقتي بيقول لي ايه. بيقول لي انا خلصت خلاص، الدنيا معايا تمام وعايز اوبن الاندكس دوت اتش تي ام ال. فتعالوا نقول له رن ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي. الصراحه هي الريزلت شكلها حلو، انا ما كنتش متوقع ان هتبقى بالشكل ده. بس ماشي، يلا بينا نستارت الجيم. احنا يهمنا ايه؟ ان الجيم تكون شغاله. فتعالى كده مثلا ننزل كده. ماشي ماشي، انا شايف الرقم لغايه دلوقتي شغال زي الفل. تعالوا كده نجرب ان احنا مثلا نبوظ الجيم. اوكي نايس، ريزيوم شغاله. نجرب نخبط كده في الوول. ماشي، جيم اوفر. حلو، بلاي اجين، ستارت الجيم. ايه تاني هو ادانا من الفيتشرز؟ طبعا هو عامل هنا امبلمنتيشن لانك تقدر تزود الجريد. ماشي حلو جدا. تقدر تراب الايدجز، يعني ان اسمه ايه ده، التعبان يقدر يعدي من الايدج. عامل دارك سيم which is اوكي فاين. احنا البرومت بتاعنا بالمناسبه اهو ده، يعني هو مدي شويه تفاصيل، يعني مدي الكيبورد ازاي تتعامل مش عارف ايه. الفيتشر بتاعت الرابل ايجز دي برضو موجوده. الجريد سايز برضو معانا اهي. يعني احنا كل ده موجود اصلا اوريدي في البرومت بتاعنا، ومخليه كمان المفروض تكون الجيم بلاي سموز والانبوت ريسبونسيف. السنيك يكبر كل لما ياكل. يعني شويه تفاصيل انا شايف ان
الريزلت بتاعت كلود سونيت 4 سينكينج حتى الان قويه جدا، ما شفناش اي حاجه غلط. ده بالنسبه للجيم نفسها. تعالوا نرجع نشوف هل اسمه ايه اللي هو اوكي جي بي تي 5 خلص ولا لا، وجي بي تي 5 برضو خلص. فممكن نقول كيب اول، بس قبل ما نكيب اول هنا كلود سونيت 4 استخدم 9% من ال 200 الف توكن، وجي بي تي 5 هنا استعمل 4% من ال 272 الف توكن. فالمفروض ان جي بي تي 5 استخدم توكنز اقل. فانا هقول كيب اول هنا وكيب اول هنا. وهنا بعد لما جي بي تي 5 خلص يعني ما ادانيش اي انستراكشنز او اي كوماند ان انا ارنه علشان ايه اشغل لعب. فهو قال لي على طول لا انت اوبن اندكس دوت اتش تي ام ال وخلاص والعب على طول. فتعالوا نفتح اوبن اندكس دوت اتش تي ام ال ونشوف الدنيا فيها ايه. ادي السنيك جيم بتاعت جي بي تي 5. هقول هنا اوبن اندكس دوت اتش تي ام ال انتر. اوكي ده كده جي بي تي 5. تعالى كده نستارت الجيم. ماشي شغال حلو. ماشي جيم اوفر ريستارت. الدنيا معانا هنا برضو ايه شغاله. نجرب نرابل ايدجز. طيب هنا في اول حاجه، اول لما بيرابل ايدجز هو بيريستارت الجيم من الاول خالص. طب هنا لا ما كانتش الدنيا كده، هو رابل ايدجز انت مكمل في نفس الجيم بتاعك، فدي فكره حلوه. طيب نرجع هنا، سيبك من الرابل ايدجز، تعالى نعمل الجريد. جريد هنا برضو شغاله معانا تمام. الثيم لايت دارك شغال. تعالى كده نقفله المنظر ده. بوز ريزيوم. طيب وعندنا هنا السكور والهاي سكور. فصراحة برضو تعتبر النتيجة بتاعت جي بي تي 5 كويسة مش وحشة، يعني ما نقدرش هنا نقول ان النتيجة وحشة. والنتيجة بتاعت سونيت 4 السينكينج برضو كانت جميلة جدا. انا بالنسبة لي كيو اي انا حبيت دي اكتر. بس احنا بنتكلم ايه في جيم، فمش يعني مش حدي نقطة لنقطة عن حد تاني. يعني الاتنين يعتبروا كفانكشنال وكلوجيك شغالين. احنا ممكن لو هنبص على الكود بتاع الاتنين بالمنظر ده، الاتنين برضو طلعوا هنا اندكس سكريبت ستايل، هنا اندكس سكريبت ستايل. لو بصينا مثلا على الاندكس HTML، وهنا برضو بصينا على الاندكس بتاع جي بي تي 5، برضو الاتنين انا شايفهم ايه يعني يعتبر متقاربين، مفيش مشكله. تعال نبص على السكريبت نشوف كده الكواليتي بتاعت الكود هل ممكن تكون مختلفه ولا في حاجه. انا بالنسبه لي هنا السكريبت برضو يعني مدي كومنتات، مقسم الدنيا لفانكشنز زي ما احنا شايفين. ده اللي هو كده بتاع سونيت 4، فا اتس فاين. لو عملنا سكرول برضو هنا يعني يعتبر اخد نفس الفكره، مفيش اي مشاكل. طيب لو جينا هنا الستايلز برضو ما فيهاش اي مشكله، نفس الكلام. الدنيا برضو ايه كويسه، يعني مش حاسس ان في فرق كبير قوي ما بين الاتنين. فالفرق الوحيد اللي احنا كنا بس شفناه او اللي يعتبر بالنسبه لنا، او الفرقين اللي هما بالنسبه لنا فرقوا معانا، ان احنا لما بندوس راب ايدج الجيم بتريستارت. زائد كشكل يو اي انا مش عارف مرتاح اكتر للشكل اللي هو بتاع كلود سونيت. فلو هندي كل واحد نقطه، انا بالنسبه لي هدي كلود سونيت نقول مثلا ده 4.5، وممكن ندي لجات جي بي تي 4. فكده يعتبر النتيجة أنا شايفها إيه متقاربة ما بين الاتنين. تعالوا بقى نخش على الكرايتيريا التانية، وهي لاندنج بيج. إن إحنا عايزين نخلي الاتنين يجنريتوا لاندنج بيج. طيب هنا في كوماند بالنسبه لللاندنج بيج. انا قلت لجات جي بي تي 5 قلت له عايزك تكتب لي برومت لبرودكت لاندنج بيج. البرودكت ده عباره عن زي تايمر ساس، يعني اي تايمر كده عندك، دي الفكره بتاعته. وخد بالك البرومت ده انا هديه الكيرسور، وعايزك تستخدم تيل ويند سي اس اس، دي سي اس اس فريم ورك. وكمان انا عايز اللاندنج بيج تبقى في فايل واحد اللي هو index.html5. فهو كتب لي البرومت الطويل العريض ده، فاحنا هناخده زي ما هو كده ايه كوبي وبيست. والصراحه يعني هو هتلاقي هنا في البرومت هو يعني كاتب هنا مثلا كونسترين هتستخدم تيل ويند سي اس اس، everything must live in one file. فهو يعني مدي كل التفاصيل، مدي كمان structures، مدي navigations، مدي هيرو سيكشن، مدي السوشيال بروف الفيتشرز. يعني صراحة فكرة الميتا برومتنج، ودي اتكلمنا عنها في الكورس بتاع كونتكست انجينيرنج، هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن، مهمة جدا. ومدي كمان شوية انتراكشنز، ومدي كوبي يعني كتابة كده اللي هي يعني زي يبقى فيه حاجة مكتوبة. مهتم بالاكسسبيليتي، مهتم بالبرفورمانس،
ايه تاني؟ مدي كومنت بلوك، ماشي. برضه حاطط موبايل منيو، فممكن يكون برضه هو بيهندل الريسبونسيف، فماشي. يعني هي البرومت الصراحه انا شايفه قوي جدا. وتعالى ناخده كوبي ونعمل له بيست ونشوف الاثنين هيطلعوا لنا ايه. جي بي تي 4، جي بي تي 5 سوري، اتفقنا ان هو الميديوم ثينكينج. نعمل بيست ونشغله. وعندنا هنا سونيت برضه 4، احنا اتفقنا سونيت 4 ثينكينج. بعدين بيست برضو نشغله ونسيب الاتنين كده لما يخلصوا خالص. وبرضو في الاخر هنقارن النتيجة ما بين الاتنين ونشوف هل سمعوا الانستراكشنز ولا لا. هنا لو نلاحظ في كلود سونيت 4 ان هو ما وريناش التو دو ليست اللي احنا ايه كنا شفناها في السنيك جيم لما جينا نعمل جنريت ليها. فغالبا وده توقع يعني ان دي ممكن تكون فيتشر في كيرسور لسه ما عملوهاش مثلا امبلمنتيشن بشكل قوي بحيث انها كمان تظهر في جي بي تي 5، او انها حتى يعني دلوقتي ما ظهرتش في سونيت 4 تاني يعني. فما علينا، مش مهم. احنا اللي يهمنا ان في الاخر ايه، ان المودلز بتبلان وبتفكر. يعني هنا ده برضه فكر وقعد يبلان ويشوف ايه الخطوات اللي هيعملها. دي اهم حاجه بالنسبه لنا يعني. الاتنين الصراحه طولوا جدا، ساعات بحس ان ممكن يكون مشكله في النت، بس خلينا نشوف يعني الدنيا هيحصل فيها ايه. طيب هنا كده كلود سونيت جاب عنده ايرور وهو بيكول التول اللي اسمها رايت. هو قال هنا ان ال HTML، يعني السبب يعني ليه ان ال HTML فايل اللي هو جاي يعمله جنريت، قال ان هو عباره عن too large to create in a single call. فماشي، المفروض اصلا يعني وظيفه المودلز دي انها اوريدي تبريك داون الستبس اللي هتعملها. فهو يعني مش عارف ليه جه هنا وقال ان الفايل تو لارج لان انا كرييته ان سنجل كور، خليني ابريك داون. ماشي، بريك داون مفيش مشكله، بس المفروض انت كنت تعمل ده من الاول يعني. بعد شوية وقت حلوين دلوقتي برضو مازال سونيت فور السينكينج رامي هنا ان هو مش قادر يكتب الفايل كله في سنجل كوماند، وعمال يدي ايرور اللي هو ايرور كولينج التول الرايت. بس هنا على الشمال جي بي تي 5 مش مدي اي فيدباك تماما خالص، ومش عارف هل هو مثلا كده ستك في انفينيت لوب، وهل برضو كلود سونيت ده كده بالنسبه لنا ستك في انفينيت لوب ولا لا. بس احنا هنسيبهم الاتنين يشتغلوا كده ونديهم فرصتهم، يعني ممكن نديهم كمان ربع ساعه ولا حاجه ونشوف. لو الاتنين عملوا ستك في انفينيت لوب ساعتها هنضطر ان احنا نقسم اللاندنج بيج دي لاكتر من HTML فايل بحيث ان الاتنين يقدروا يطلعوا لنا في الاخر اللاندنج بيج بتاعتنا. لو بصينا هنا هنلاقي كده كيرسور يعتبر خلص بالنسبه لنا بعد لما عدى على اكتر من ايرور. فتعالوا نرن ونشوف كده ايه الوضع. اوكي 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 اوكي، الصراحه كريزلت جميله جميله جميله. يعني بصينا كده انا مش عارف ليه بتبسط لما الاي اي يخلص الشغل بتاعه. لو دوسنا على برايسنج تنزل على برايسنج، السكرولنج سموزنج، تستمونيال برضو نفس الكلام، الفريكوينتلي اسكت كويشنز، والله العظيم عظمه. هنا كاتب هنا نيوزليتر في الاخر، هنا الفوتر اهو بالدنيا بتاعته. هنا هل الفيتشرز هنا شغاله؟ ماشي. بلوج، لو دوست بلوج اكيد طبعا مش هيجيب حاجه. ايوه لو كان ايوه لو كان الديمو ده كمان شغال، يعني تخيل كمان لو كان كيرسور عمل امبلمنتيشن للديمو ده، كانت هتبقى الصراحه فكره حلوه قوي يعني. وكمان اللي عاجبني الصراحه هنا ان هو مديك اليو اي بتاعت شكل الابلكيشن اللي انت عايز تبنيه. وصراحه صراحه برضو شكل اليو اي حلو جدا. فحتى الان الصراحه يعني انا مبسوط من الريزلت اللي طلعت. جميله، يعني هي كانت تستحق ان الواحد يستنى. بس برضو انا عايز اقول ملحوظه بسيطه، هي تعتبر ايه يعني، انت برضو لما هتيجي تجنريت حاجه بالاي اي، يعني هي فكره اللاندنج بيج، يعني انت ممكن تلاقي اي تمبلت، لان برضو شكل الصفحه دي هو قريب قوي من اي تمبلت انت ممكن تلاقيها على النت. فمش هنقول ان دي حاجه وحشه، هي برضو حاجه كويسه مش وحشه برضو ان الاي اي يطلع حاجه بالمنظر ده. فماشي. هنا طبعا هنا لا، هنا في شويه مشاكل مثلا في الايه، في المسافات. طبعا انت تقدر بقى تبعت برومت تاني ان هو يظبط المسافات دي. انا شايف البرايسنج ما فيهوش اي مشاكل. التستمونيال برضو جميله جدا. النيوزليتر برضو حلو. يعني لغايه دلوقتي انا ما شفتش اي حاجه وحشه بالنسبه لكيرسور، بالنسبه سوري سونيت. فتعال نرجع للكود بتاعنا. يعتبر سونيت خلص الشغل بتاعه ولسه جي بي تي 5 مش عارف ماله، يعني هو ستوك ليه كده
مش عارف ايه السبب. فتعالى كده ندوس كيب اول بالمنظر ده. ولكن خلينا هنا متفقين ان سونيت 4 بعد محاولات كتير، يعني هو قعد فترة كبيرة، يعني احنا بنتكلم مثلا في ربع ساعة او تلت ساعة ان هو كل شوية ايرور كول تول التول بتاعت الرايت، وكل شوية ايه يرجع يعيد تاني من الاول. فانا مش عارف هل دي مشكلة في كيرسور، يعني هي المشكلة في كيرسور ولا المشكلة في الموديل نفسه. فتعالى كده نبص على برضو ال HTML اللي هو عمل له جنريشن برضو ايه. هتلاقي يعني ده كل ال HTML. هل استخدم تيلويند CSS من CDN؟ استخدمها. برضو هنا نفس الكلام. يعني احنا هنا بنتكلم مثلا في كام سطر كود اتكتبوا؟ احنا بنتكلم مثلا في ايه، في حدود 1021 سطر كود، ماشي. لو جينا للشات استخدم قد ايه بقى من التوكنز؟ 15% من ال 200 ألف توكن. يعني لو جينا ضربنا 15% في 200، 1 2 3 ألف، احنا بنتكلم المفروض ان هو التوتال توكنز 30,000 توكن. يعني احنا حتى ما استخدمناش كل 200,000. فغالبا الظن اللي انا بظنه ان دي مشكله في كيرسور نفسه، مش مشكله الموديل. يعني احنا كنا المفروض ان البرومت هنا كنا نديه ان نقول له جزء اللاندنج بيج دي لصب HTML بيجز، وساعتها كان هيشتغل كويس. علشان برضو تبقى المقارنة عادلة وما نظلمش برضو GPT-5، لان هو برضو نيو موديل لسه طالع، وممكن يكون الانتجريشن مع كيرسور هو مش افضل حاجة. فتعالوا نري رن تاني نفس التو برومتس دول، بس على مستوى الويب ابلكيشن بتاع GPT-5 وانتروبيك. فادي كده برومت اهو اديته الGPT-5، هو نفس الكلام، وانا سايبه الصراحه هو شغال عمال لي جنريت مع نفسه. وادينا نفس البرومت برضو لكلود سونيت 4 ثينكينج، وهنا ما كانتش النتيجه اظرف حاجه. هو هنا بيقول لي في ايرور، فاحنا هناخد الايرور هنا كوبي بيست ونشوف هو هيقدر يصلحه ازاي، ونشوف برضو النتيجه بتاعت كلود سونيت 4 ثينكينج برضو هنا. بس هنا برضو مازال GPT-5 لسه شغال عمال يجنريت، يعني ما وقفش خالص. بالنسبه للاي دي اي فهو ستك تماما، يعني هو في الاي دي اي هنا GPT-5 ستك تماما. برضو هنا كلود سونيت خلص، والصراحه النتيجه يعني انا شايفها سيئه تماما. يعني انا مش عارف في ايه، وممكن يكون في مشكله في تيل ويند مثلا انها مش لودد، فمعرفش. تعالوا ناخد سكرين شوت من اللي ظاهر كده، وبعدين نبعته تاني لكلود ونقول له this is how the landing page looks like, please fix it. وتعالى كده نبعتها له ونشوف هل GPT-5 خلص. لا والله، يعني ايه، هو لسه عمال يجنريت. وطبعا في كيرسور هو ايه ستك خالص. فماشي، خلينا نشوف ومعاهم للاخر علشان تبقى مقارنة عادلة. GPT-5 طلع لي network connection lost attempting to reconnect. مش عارف هل دي مشكلة عندهم. اوكي هنا الدنيا ابتدت تبقى اظرف. عملت ريفرش لصفحة GPT-5، هو يعني ما طلعليش اي حاجة، هو بس قال صوت for 8 seconds وخلاص على كده. طيب هو انا حتى الان اللي انا شايفه ان GPT-5 يعتبر فشل ان هو يعمل وان شوت برومت لللاندنج بيج. وكلود سوري سونيت 4 على مستوى الويب ابلكيشن برضو مش حاسس ان هو ايه عرف يجيب الدنيا كويس، يعني في مشاكل. بس انا هدي فرصتين كمان. بس الاول تعالوا ناخد الكود ده كوبي ونجرب نعمل له بيست ونري رنه في البراوزر فريش. اوكي، هو الكود اللي خدناه كوبي بيست من كلود انا شايف شغال زي الفل. يعني يعتبر كده كلود هو باص التيست بتاعه. يعني هو كلود بالنسبه لنا الدنيا اشتغلت كويس بعد وقت طويل. بس علشان ندي فرصه لGPT-5 ان هو يورينا الدنيا كويس، هنعدل البرومت شويه ونخليه يبريك داون صفحات ال HTML. ارجع تاني للبرومت، هقول له هنا break down HTML pages cause cursor write tool is failing to write large index.html file. وتعالى ندوس انتر ونشوف البرومت الجديد GPT-5 هيطلعه لنا. لا هو للاسف هنا ما فهمش قصدي. break down ال HTML pages is failing. يبقى هنا لا، خليه هنا generate a new prompt that break down ال HTML pages. هنا هو يعتبر هو كان بيحسب
ان انا على طول ايه عايزه يمبلمنت الاندكس دوت اتش تي ام ال، بس مش هو ده اللي انا عايزه. انا عايزه يعدل على البرومت اللي هو اللي فوق الكبير ده اللي احنا كتبناه، ويبقى ايه يقدر يبريك داون البيجز. برضو البرومت او النتيجة اللي ظاهرة، انا مش عايز ال HTML ده. هو برضو عمل لي هنا بريك داون للبرومت، يعني اودي اكتر من برومت، ومش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين هنا single prompt that break down the index.html file so that cursor write tools doesn't generate error. enter. وتعالى نشوف كده. حتى الآن يعني جي بي تي 5 مش حاسس ان هو ايه، يعني مش حاسه سمارت قوي. يعني هو اضطر ان انا لازم اديله انستراكشنز، ممكن يكون دي طبيعة الموديل يعني، فعادي يعني. ماشي. تعالوا بقى ناخد البرومت ده كوبي، وبعد كده نعمل له بيست تاني في جي بي تي 5 وسونيت 4 السينكينج، ونشوف هل هيطلعوا لنا ريزلت افضل مثلا، هل هيطلعوا ريزلت شبه بعض، مش عارف. عشان يبقى برضو ايه، يعني ادينا الجي بي تي 5 فرصته، لان حتى الان المتفوق في الوان برومت شوت هو الصراحة سونيت 4، وطلع ريزلت كويسة. ماشي. هنا هو طلع اللي هو دي. اوكي. تيب اول ده الانيشال سكافولد. يبقى هنا ماشي، هو قسم الدنيا ايه للانيشال سكافولد. ماشي. هنقول هنا continue implementation، يعني هو طلع لنا بس صفحة ال HTML continue implementation. وهنا الدنيا اتقسمت معانا لستبس، يعني هو اخدنا التاسك الكبيرة بتاعت اللاندنج بيج وقسمناها لستبس، فماشي مفيش مشكلة. ايه هو هيمشي بقى ستيب ستيب، ان هو ايه يقول لي كل ستيب خلصت هنعملها. هقول له هنا بقى continue implementation till you finish all steps، عشان ما نفضلش احنا بقى ايه كل شويه ستيب ستيب بنقول له اعمل القصه دي. وتعتبر يعني فكره جميله جدا، لان احنا دلوقتي ايه قسمنا التاسك. وده يمكن اتكلمنا عنه في كورس الكونتكست انجينيرنج، ان انت المفروض كنت يعني تقسم التاسك الكبيره بتاعتك لاكتر من ستيبس. فماشي، خلينا نمشي معاهم للاخر ونشوف برضو الريزلت ايه. برضو هنا محتاج ايه، ان انا اقول له continue الستيب، continue all steps without asking me. ربي يفهم. هنا نفس الكلام keep all، بالله عليك كمل كل الستبس من غير ما تسألني. ماشي. احنا هنا رد علينا سونيت بيقول هنا في البرومت بتاعنا ان اللي احنا عملنا له جنريت، للاسف احنا كنا قايلين هنا ايه you must، يعني من ضمن الرولز ان هو ايه لازم يستوب ويقول لي ريدي بالايه بالستيب دي. فاحنا ممكن نكمل معاهم ستيب باي ستيب ونشوف الدنيا هتحصل ايه. بس انا مش حابب كده، انا حابب اقول له override the global rule and finish all steps. دي تاني مرة الصراحة، او تالت مرة تحصل. فهنقول هنا keep all send keep all send. ماشي. حلو جدا. يبقى كده المفروض ان كلود سونيت هو قال لي انا هاوفر بقى الجلوبال رول اللي انت كاتبها، لان احنا اكتشفنا ان البرومت هنا كان فيه جلوبال رول، فاحنا المفروض هنعملها اوفر. بس هل يا ترى جي بي تي 5 هيسمع الكلام وهيعمل اوفر للجلوبال رول؟ هنشوف. حلو جدا. كلود سونيت مكمل في الستبس بتاعته. للاسف جي بي تي 5 حتى ما قدرش يفولو الانستراكشنز اللي احنا قلنا فيها اوفر رايد الجلوبال رول وكمل الستبس. برضه هو محتاج ان انا امشي معاه ستيب باي ستيب. اقول له هنا implement all steps without output ready for. صراحة حتى الآن كلود سونيت يعني متفوق على جي بي تي 5، بس خلينا نكمل وفي الآخر نشوف الريزلت علشان نقارن الدنيا فيها ايه. نفس الكلام للأسف جي بي تي 5 يعني محتاج ان انا لازم افضل اجايد معاه. ماشي. هنضطر بقى ان احنا ايه نفضل كل شوية نبعت له كونتينيو جي بي تي 5 علشان يكمل الستبس. ايه كيرسور خلص. فتعالوا نشوف النتيجة بتاعت سونيت 4، هل هي فعلا
نتيجة تستحق ولا لسه برضو؟ طيب برضو بصوا كده هتلاقي هنا ايه، يعني شبه الديمو اللي فات اللي عمل له جنريت سونيت 4، لان احنا اتفقنا ان الاي اي تمبلتس هي غالبا هتبقى شبه بعض قوي يعني. بس كريزلت جميله جدا. آه، يعني ما فرقتش قوي عن الريزلت ساعه لما بعتنا البرومت في وان شوت. يعني احنا لما جينا هنا لسونيت 4 كنا بعتنا البرومت كله في وان شوت، هو قدر يعمله امبلمنتيشن بس بعد فتره كبيره شويه يعني. لكن للاسف جي بي تي 5 هو فشل تماما، ودلوقتي هو فاشل تماما حتى في ان هو يوفررايد الجلوبال رول بتاعه اللي هو امبلمنت كل الستبس مره واحده. انا عايز اخلص بقى وانت عيش حياتك. لا، هو انا حاسه في الايجنتك كودينج يعني حتى الان هو مش افضل حاجه. بس خلينا نشوف، احنا يهمنا الحكم على الريزلت اللي هتطلع. لو الريزلت فعلا تستحق ان احنا نمشي معاه ستيب باي ستيب، فساعتها هنبتدي بقى نقيمه. يبقى احنا بالنسبه لنا لغايه دلوقتي سونيت 4 اسرع في الريزلت، 1 شوت برومت، 1 برومت شوت على طول. يعني من اول برومت هو جاب اللاندنج بيج على طول. وحتى ايفن لما مشينا ستيب باي ستيب قدر ان هو يفهمنا ويوفر رايد. يعني لما قلت له اوفر رايد الجلوبال رول الدنيا خلص كلها مره واحده. فبالنسبه لي حتى الان كلود سونيت هو متفوق. بس خلينا برضو ما نظلمش جي بي تي 5 ونشوف هيطلع ايه. اوكي، المفروض دي تكون يعني المفترض انها اخر ستيب، بس انا هكتب كونتينيو جاست ان كيس في حاجه تانية محتاجين ايه، او محتاج هو يعملها امبلمنتيشن. تعال بقى نشوف بقى الريزلت لعم الناس اللي هو جي بي تي 5. طيب ده الريزلت بتاع جي بي تي 5. ماشي، خلينا كده نحط الاتنين ريزلتس جنب بعض ونشوف كده الدنيا. لا مش هتبان قوي. طيب دي كده الريزلت بتاع جي بي تي 5 ودي الريزلت بتاعت سونيت، فتعال نقارنهم. يعني انا حاسس ان سونيت كيو اي يعني اظرف شويه بس قريبه قوي. هل الديمو هنا شغال؟ لا. طيب هنا ادى المفروض يكون الجزء اللي بعده هنا ماشي، الاتنين شبه بعض قوي. الفيتشرز هنا، الفيتشرز صراحة لا. يعني بص كده الشادوز وان انا اتنقل ما بين الكاردز، حاسس ان سونيت بالنسبة لي افضل كريزلت. هنا لا مفيش لا شادوز ولا اي حاجة، هو زي ما احنا، بالرغم من ان الكليم بتاع جي بي تي 5 ان هو المفروض اذكى يعني واقوى. طيب هنا ستارت وبوز برضو شغالة. يعني هو هنا كان المفروض يعمل فيديو ديمو، ماشي، يعتبر هنا برضو فكرة كويسة مش وحشة. الفيتشرز ننزل نسكرول تحت، الفيتشرز بالنسبه لي برضو ستيل شكلها اوضح واظرف بكتير في سونيت من جي بي تي 5. البرايسنج الاتنين مش حاسس انهم مختلفين، يعني حاسس ان الاتنين ايه قريبين، بس برضو ستيل سونيت هو اظرف. نرجع تاني التستمونيال برضو اللي هو الجزء ده قريبين قوي. الفريكوينتلي اسكت كويشن برضو قريب، مفيش اي مشاكل. الايميل نيوزليتر برضو ايه، يعني الاتنين قريبين قوي يعني. بس كيو اي انا بالنسبه لي سونيت يكسب. يعني ما حسيتش من جي بي تي 5 اللي هو الذكاء الجامد يعني. ولو رجعنا الكيرسور، انا المفروض كتبت كونتينيو هنا لجي بي تي 5 وكتب لي ريدي 10، يعني حتى مش قادر يقول لي طب انا خلصت الشغل بتاعي. ولكن تعالوا نحسب برضو التوكنز. وهنا استخدم 9% من ال 272 ألف، وهنا استخدم 24% من ال 200 ألف. 24% ده رقم كبير. طيب نرجع بقى للشرط بتاعنا ونقيم الاتنين. لو هقيم كلود سونيت فور الثينكينج، ف يعني هو هنا يكسب الصراحة بجدارة وياخد الخمسة. لكن بالنسبة لي جي بي تي 5 بالأمانة هنا، يعني أنا شايف إن إحنا يعني هو فشل في الوان شوت برومت. ثانيا فشل إن هو يوفر رايد الرولز ساعة لما إحنا قلنا له لا امبلمنت كل حاجة مرة واحدة. ثالثا الريزلت اللي طلعت هي حلوه مش وحشه، بس لا تستاهل التعب ده او الايفورت ده. يعني انا كنت متوقع مثلا حاجه افضل من كده شويه على الاقل. فهنا ممكن نديله مثلا 3. يجي بقى للكرايتيريا اللي بعديها وهي الكود اندرستاندينج. ايه بقى فكره الكود اندرستاندينج؟ ان احنا هنجيب اوبن سورس بروجكت وهنسال سونيت 4 وهنسال جي بي تي 5 يفهمونا الكود ده، لان المفروض كان الكليم بتاع جي بي تي 5 او الادعاء ان هو يقدر يفهم لارج كود بيس. طيب فانا صراحه ما اخترتش حاجه كبيره قوي ولا حاجه صغيره قوي، انا اخترت اوبن سورس بروجكت اسمه داشي.
ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن زي داشبورد كده بالمنظر ده. يعني انت لو هتروح كده اللي هو ايه، لو انت عباره عن داشبورد وبتحط فيها مجموعه اللينكات دي، ده اللي انا اخترته الصراحه ان احنا نقيم عليه. الكود بيس بتاعه مكتوب بفيو جي اس، وزائد مش كبير ومش صغير، هو حاجه ميديم تماما. طيب احنا عملنا كلون للبروجكت عندنا، ودلوقتي اول سؤال هساله، او السؤال اللي انا هساله علشان اقيم الفهم بتاع الموديل، ان انا هقول هنا ان انا راجل عملت جوين للبروجكت ده وعايزك تونبورد مي مع البروجكت ده. تقول لي ده عباره عن ايه، ايه هي المين كومبوننتس اللي انا محتاج ابص عليها، وعايزك كمان تسجست فور مي تاسك علشان اجيت ماي سيلف فاميليار وذ ذا كود. فهندوس انتر هنا وهندوس انتر برضو هنا، ونسيب بقى الاثنين يفكروا بقى ويبتدوا يقروا الفايلات، ونشوف في الاخر النتيجة بتاعت الاتنين هتبقى عبارة عن ايه. طيب سونيت خلص خالص. فتعال نشوف كده هو طلع لنا ايه. قال لي ماشي. قال لي ويلكم تو داشي. ده جريت تو هاف يو اون ذا تيم. ماشي، هو بيأكت يعني كأنه بيعمل لي اونبوردنج. ده عباره عن هاي كاستمايزبل سيلف هوستد داشبورد ابلكيشن. صح، منطقي جدا. الديسبلاي بتاعته بتكونتين سيرفيس لينك ويدجتس مالتيبل فيوز ستاتس مونيتور. ماشي، كل الكلام ده صح. التك ستاك، قال لي التك ستاك، قال لي الكي اركتكتشر، قال لي لو رحت على سورس فيوز هي دي الكي اركتكتشر او الكي كومبوننتس اللي انت بتبص عليها. ان احنا لو رحنا على سورس بعدين فيوز هنلاقي هنا فعلا دي البيجز بتاعتنا. الكومبوننت برضو قال لي ايه هي الكومبوننتس، ايه هي الكور كومبوننتس اللي انا محتاج ابص عليها، وشرحها واحده واحده. والشرح بتاعه انا شايفه منطقي حتى الان. عندنا ايه تاني؟ عندنا برضو قال نقطه مهمه، وهي حته الكونفيجريشن بتاعت البروجكت ده، انك ازاي تقدر تكونفيجر اللي هي اللينكات اللي بتظهر هنا. لو احنا بصينا هنا ازاي تكونفيجر اللينكات دي، فمنطقي برضو. في اوثنتيكيشن وسكيورتي، ماشي. السيفنج كل ده مفيش مشكله. هنا قال لي بقى المين انتري بوينت، يعني البروجكت بيبتدي منين. قال لي من مين دوت جي اس، من راوتر، وبعد كده بنروح على اب دوت فيو. كل الكلام ده مفيهوش اي مشكله. بعدين اداني هنا ليرنينج تاسكس. قال لي اول حاجه عايزك تسيت اب الكلام ده لوكال. هو المفروض اوريدي انا عملت سيت اب للكلام ده، بس ماشي يعني دي تاسك حلوه مش وحشه. اتنين، اداني تاسك بسيطه جدا. قال لي روح عدل على يوزر داتا سلاش كونف دوت يامل، اللي هو الفايل ده. والفايل ده عباره عن ايه؟ الفايل ده هنلاقيه عباره عن مجرد لينكات مش اكتر ولا اقل. فهو فايل جميل جدا لو انا لسه بادئ فعلا اون بورد على البروجكت. يعني ماشي، اقتراح حلو الصراحه، مش هقول اقتراح وحش. طيب ايه تاني؟ التاسك اللي بعديها اللي هي هنا. اوكي، هنا بعد الموديفيكيشن. بعدين هنا بص على الويدجت سيستم. ماشي. بعدين هنا ادالي انترميديت تاسك، يعني هو قسم التاسكات لبيجنر وانترميديت وادفانس. فحلو مش وحش، يعني كل الكلام ده حلو. برضو اداني سجستشنز لبعض الفايلز اللي انا ابص عليها. واخيرا مدي ديفلوبمنت ورك فلو ودوكيومنتيشن علشان تقراها. فصراحه يعني كاونبوردنج للبروجكت ده انا شايفه جميل جدا. طيب نبص بقى للباشا ده نشوف ايه قصته اللي هو جي بي تي 5. فتعالى كده ناخد الكلام ده. طبعا كفورماتنج هنا انا شايف الفورماتنج هنا افضل. معرفش برضه هل دي مشكله ان كيرسور الانتجريشن مع سونيت 4 افضل من جي بي تي 5 ولا لا، بس خلينا نكمل. طيب هنا داش دي عباره عن ايه؟ قال البيربوس بتاعه سيلف هوستد، نفس الكلام. بعد كده هنا ماشي، هو قال على طول الكونفيجريشن. يعني انا ما كنتش متخيل او ما كنتش متوقع اي حاجه زي دي، بس اوكي يعني ماشي مفيش مشكله. بعدين دخل على الاركتكتشر على طول. قال لي الفرونت اند بفيو، وكتب هنا الانتري بوينت على طول. بعد كده دخل على طول في الكومبوننتس. يعني هنا انا حسيت ان انا ايه، يعني سونت قسم لي الدنيا اكتر. يعني حسيت ان هو بيقول لي الفولدر ده فيه كذا والفولدر ده فيه كذا، فهو اداني زي هاي ليفل اوفر فيو. هنا لا، هو على طول دخل في الفايلات، فما كنتش متوقع قوي دي منه. بس ماشي، خلينا نمشي معاه للاخر. بعد كده دخل هنا بقى على تفاصيل اكتر، بس هنا انا كنت المفروض متوقع منه هاي ليفل اوفر فيو، او على الاقل يقسم الدنيا ويقول لي التك ستاكس فقط. يعني انا لسه شخص بيجنر. ماشي. هنا برضو دخل في تفاصيل مش عارف ليه.
يعني انت دخلت هنا في الباك اند سيرفر، طب ايه العلاقه؟ يعني مش وقت خالص، انا لسه بمشي ايدي في البروجكت. نكمل. بعدين دخل في تفاصيل اكتر، هو اصلا ازاي الكونفيجريشن لودد. طب يا حبيبي احنا بنعمل اونبوردنج، ماشي. بعدين هنا المين فيتشرز، يعني هو الصراحه يعني لا، جي بي تي 5 بالامانه انا منزعج من الاونبوردنج بتاعه، يعني حاسس ان هو دخل في تفاصيل. انا لسه بقول لك امبوردنج، يعني اديني حاجات بسيطه، ما تروحش مره واحده كده تمبلمنت. بعد كده هنا ايه suggested tasks progress from editing. بص بقى هنا suggested tasks، لا هو طنش خالص بقى. يعني قال لك بص روح اعمل edit مع نفسك في الكونفيج فايل وعيش حياتك. طب هنا لا، هنا قسم التاسكات. يعني الصراحة لو هنقيم، تعالى كده نرجع بقى للتقييم بتاعنا. لو رحنا كده، يعني بالأمانة ستيل سونيت بالنسبة لي هديله 5 من 5. الأونبوردنج بتاعه كان تحفة. جي بي تي 5 يعني احنا ممكن نديله ايه 2 الصراحة، يعني ده 2 كمان احنا ايه كارمينه يعني، ففشل في القصة دي. طيب نموف بقى للكرايتيريا اللي بعديها، وان احنا ناد فيتشر، ودي ربنا يستر عليها ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب احنا عايزين ناد فيتشر للاوبن سورس بروجكت بتاعنا. انا صراحه يعني لما رحت كده على الايشوز وقعدت ابص في الفيتشرز اللي احنا ممكن نعمل لها، اخترت الصراحه الادفانسد ويدجت فلترنج اند سورتنج سيستم. بس تعال الاول قبل ما نفهم الفيتشر دي ايه، تعالوا نرن الاتنين كود ونشوف الدنيا فيها ايه. فاحنا هنرن كده الاتنين بالمنظر ده. طيب ده كده اللي هو جي بي تي، فعلشان نميزه هنسيب جي بي تي اللي هو ايه اللون اللي اسمه جلاس ده بالمنظر ده، وكلود بالنسبه لنا علشان نميزه هيبقى اللون اللي هو ده بالمنظر ده. يبقى ده كده جي بي تي اللي هو الموف، وده اللي هو كلود. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بقى احنا عايزين نتست ان هو يقدر يمبلمنت فيتشر في الريبوزيتوري. فالمهم انا خدت فيتشر دي، هي الفكره بتاعته ايه؟ الفكره هنا ان هو عايز يحط، يعني هنا في فلتر، فانت المفروض لما بتكتب يبتدي يسيرش على اللينكات دي. يعني مثلا جيت هاب هيشو جيت هاب، هنا مثلا كتبت دوكس هيشو الدوكس بس. فاليوزر هنا طالب ايه؟ اليوزر لا هنا قال انا محتاج ادفانسد ويدجت فلترنج اند سورتنج سيستم، يعني هو محتاج حاجه بقى ايه ادفانسد في السيرش والفلترنج والسورتنج كمان. فاحنا هناخدها كوبي بيست زي ما هو كاتبها، احنا مش هنغير اي حاجه. طيب وخلينا لغايه هنا بس، يعني ما اعتقدش ان في حاجه تانية. هو هنا كمان كاتب الامبلمنتيشن ابروتش، مش حابب ان احنا لا مش حابب ان احنا ناخد الامبلمنتيشن ابروتش، خلينا ناخد لغايه هنا بس. يعني اللي هو ايه الريكويرمنتس بتاعه الفيتشر بس، وهنسيب الاثنين مودلز هم يفكروا ويشوفوا ايه افضل امبلمنتيشن، لان في الاخر احنا برضو ايه هنحاول نقيم الكود كواليتي بتاعه الاثنين. يلا بينا بقى نروح على كيرسور ونفتح تاب جديده خالص، وهنتحول من الاسك مود للايجنت مود. نفس الكلام هنا برضو من الاسك مود للايجنت مود بالمنظر ده، ونتاكد بس ان احنا مختارين المودلز المظبوطه. هنا برضو المودلز المظبوطه. يلا بينا نعمل بيست وندوس انتر، ونعمل هنا بيست وندوس انتر، ونسيب الاتنين كده ايه يشتغلوا لغايه ما يخلصوا الشغل بتاعهم تماما. انا قمت ورجعت الصراحه. هو اللي انا كنت ملاحظه ان جي بي تي 5 خلص قبل سونيت 4. طيب والاستهلاك بتاع التوكنز هو استخدم 11%، فده يعتبر توكنز قليله جدا. وهنا استخدم 57% اللي هو ايه سونيت. فخلينا نجرب سونيت نشوف عمل ايه. فهقول هنا كيب اول بالمنظر ده، وهنرجع كده للبراوزر بتاعنا ونقول كده ايه ربنا يستر، نعمل ريفريش. اوكي 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 زي الفل قوي 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 يعني. ورينا. ماشي، هو اول حاجه هنا عمل ايه؟ طيب حط مونيتورنج اند اناليسيز. وهنا طبعا ماشي، انا في كايرو والساعه دلوقتي 5:15 فعلا بوقت تسجيل الفيديو. لو عملنا ريفريش ان ايرور occurred، ماشي، يبقى هنا في ايرور بس مش عارفين ايه الفكره يعني. unable to fetch system error، هنا برضو performance، ماشي، ممكن يكون هنا اصلا من ال يعني configuration في الويدجت، فما فيهاش مشكله. لو عملنا ريفريش هنا الدنيا شغاله. هنا بقى في ايه بقى unable to render widget، ماشي، هنا برضو في errors.
طيب هنا في ايه؟ يعني جايب شوية ويدجتس. طيب هل هنا في حاجة اختلفت مثلا في السيرشنج؟ لي اوت، هل في اي اختلاف، اي تول جديدة عن الطبيعي؟ لا. الكونفج؟ لا. يعني هو عمل 2 ويدجتس بس انا مش شايف فين السورتنج. يعني مثلا هو الفيتشر الاساسيه فين؟ هو هنا enhanced widget filtering، فالمفروض يكون فيه tag based surface مش عارف ايه sorting. طب فين السورتنج؟ دراج اند دروب. طب تعال نجرب كده الدراج اند دروب، يمكن يكون في حاجه هنا دراج اند دروب واحنا مش واخدين بالنا. اوكي ماشي. هو هنا ادانا الانستراكشنز اللي المفروض يعني نبتدي نشغلها. اول حاجه قال انت المفروض تسويتش للورك سبيس فيو. ماشي، عنده حق. فاحنا هنيجي هنا على اللي هو الزرار بتاع السويتش الفيو وهنقول هنا الورك سبيس بالمنظر ده. ده اللي المفروض ايه يحصل. طبعا الورك سبيس مش حاسسها شغاله خالص. او لو جينا سويتش على الورك سبيس فيو، ماشي. اوكي ايوه هي شغاله اهي. يلا ده في التاجز اهي، صح كده؟ ادي كده التاجز اهي شغاله، الكاتيجوريز شغاله. يعني هو عمل امبلمنتيشن فعلا للتاجنج وادي الكاتيجوريز، صح كده؟ الله ينور عليك، ماشي حلو جدا. طيب ايه تاني؟ رقم 3 create profiles for different scenarios. هو ما قاليش create البروفايلز دي فين، دي من ضمن برضه الريكويرمنت. المفروض كان يشرح لي يعني، او ممكن انا كان ممكن اساله هنا واقول له فين يعني. export import configurations to share between التيم. يبقى المفروض يكون عندي مثلا هنا export configuration، مش قايل برضه فين. ماشي. هو يعني مش مدي تفاصيل، بس انا حاسس ان export config لا، مش هو ده الايه الفيتشر بتاعتنا اللي المفروض نعملها implementation. فكاوفر اول يعني كاوفر اول الصراحه هو لغايه دلوقتي كامبلمنتيشن كفيتشر شغاله كويس. ممكن يكون الايرورز دي من الابلكيشن نفسه علشان احنا ما عملناش كونكت لبعض الحاجات. طيب دلوقتي بقى عايزين نشوف الكود كواليتي بتاعته، لان احنا دلوقتي ماشي ككونفيجريشن حلو جدا. طب ككود كواليتي الدنيا فيها ايه؟ فتعالوا نشوف بقى ايه اللي هو عمله لنا جنريشن. اول حاجه هو غير في الدوت انف، ماشي، ده تغيير ملهوش لازمه. طيب هنا عمل جنريت للكومبوننت ده اللي هو الفيو كومبوننت ده. فاول سؤال احنا محتاجين نساله، هل هو عمل فولو لنفس الكونفنشنز ونفس طريقه الكتابه بتاعه الكومبوننتس اللي اصلا مكتوبه ولا لا؟ فاحنا هنيجي هنا ده الكومبوننت اللي عمل له جنريت، تمام، وده مثلا كومبوننتس من الكومبوننتس اللي اصلا موجوده. فاحنا ممكن نحط الاثنين كده جنب بعض ونقارن. بس يعني مش لازم تكون فاهم فيو جي اس، ولكن عايزين نقارن. يعني لو هبص كده الشكل ده وشكل اللي هو اللي اتعمل له جنريت، هتحس ان الاثنين قريبين قوي من بعض. يعني مثلا هنا في كلمه ميكسن كومبوننتس اكسبورت ديفولت، لو عملنا هنا سكرول تحت هتلاقي نفس الكلام اكسبورت ديفولت النيم الكومبوننتس. فيعتبر هو عمل فولو لنفس الاستراكشر بتاع الكود بيز بتاعنا. فلذلك يعني ككود كواليتي تمام جدا، انا مش شايف فيه مشاكل الصراحه. نفس الكلام هنا بقيه الكومبوننتس. عمل هنا برضو يعني غير في الجافا سكريبت، ماشي مفيش مشكله. يعني الصراحه انا شايف حتى الان كلود سونيت عمل امبلمنتيشن للفيتشر بشكل كويس. ممكن طبعا انت محتاج بقى تعدل بقى شويه حاجات، تدي مثلا شويه برومتس تانية. فكلود سونيت كامبلمنتيشن للفيتشر بيرفكتو يعني. تعالى بقى نروح للمعلم ده ونشوف ده عمل ايه. بس الصراحه يعني جي بي تي 5 ده ما عملش اي حاجه خالص. يعني هو ايه؟ يعني مش فاهم. هو ادى ماشي حلو، تعالى نمشي معاه للاخر. ادى يعني اقتراحات، وادى شويه جولز، وبعد كده هنا ماشي شويه داتا مودلز بيهيفير امبلمنت. ماشي حلو ادانا هنا ايه؟ ان هو هيمبلمنت ده على اكتر من بول ريكويست. طب ليه هتعمل كده؟ خلينا نقول له هنا implement the required feature enter. تعال نشوف للاخر ما جي بي تي 5 هيطلع لنا ايه. حلو قوي. هنا بقى عندنا مشكله. كيرسور قال ان في مشكله في جي بي تي 5، فهنعيد تاني نفس الكوماند ونقول له implement the required feature. كده المفروض جي بي تي 5 خلص. فهو هنا بيقول لي يارن انستول ولو عايز ترن الكوماند ولا لا. الصراحه انا هقول له سكيب لان انا شغال بام بي ام، فاحنا هنرن الكلام ده مانوالي بايدينا.
هنقول هنا npm install npm run dev. تعال نشوف جي بي تي 5 طلع لنا ايه بالظبط. ماشي نري رن. ماشي يعني يعتبر اشتغل. طبعا هو غير هنا في الفلترز على طول. كيو اي ضايعه تماما. حط هنا اور واند. طب التاجز هنا ايه بالظبط ما تفهمش. طب هل مثلا هنا لما اد تاج اند بريس انتر يعني مثلا تيست؟ لا خالص. انا اصلا لما بدوس كليك هنا في التاج هو بيرميني هنا. مفيش حاجه اسمها هنا بريسيت. معرفش برضو بكتب اي حاجه هنا هي بترميني هنا على طول في السيرش. طب اكسبورت. ماشي دي المفروض تكون ايه؟ ده ملف جيسون بس باين عليه اصلا فاضي مفيهوش حاجه. ولما بدوس تشوز فايل تقدر تعمل امبورت لكونفيجريشنز. ده مفترض يعني لان ده كان من ضمن التاسك. طيب تعالى نكتب اي حاجه انا مش فاهم يعني ماله في ايه. مثلا هاش جيت هاب ودوس انتر. لا. طيب هل مثلا نكتب جيت هاب بس وندوس انتر؟ برضو مفيش. يعني انا اي حاجه بكتبها هنا هي بترجع تتكتب تاني في السيرش بوكس. سورتنج ماشي الفابيتيكال. طب لاست ابديت مفيش اي حاجه بتتغير خالص. يعني حاسس ان هو ايه ما عملش اي حاجه. أم، طيب تعالوا نبص نشوف يمكن يكون كاتب لنا حاجه. هو ما قالش اي حاجه غير انك اعمل انستول اد الاوبشنال ويدجتس. برضو يعني دي التغييرات اللي هو عملها. صراحة يعني جي بي تي 5 حاسس ان هو فيلد تماما ان هو يمبلمنت الفيتشر. انا مش شايف ان هو عمل اي امبلمنتيشن خالص. على الاقل سونيت 4 عمل امبلمنتيشن وكانت الدنيا شغاله نوعا ما. ممكن يكون كان في بعض الايرورز. يعني احنا لو رجعنا هنا سونيت 4 كان شغال زي الفل. وكان في بعض الايرورز. زائد هو عمل فولو لليو اي. مش حاسس ان هو غير في حاجه. زائد لما كنا رحنا هنا على السيرش ويدجت والتاجز كانت الدنيا شغاله زي الفل. يعني ما كانش فيها اي مشاكل خالص. فجي بي تي 5 يعني فيلد يعني بشكل ذريع الصراحه. مش حاسس ان ايه لا عرف يعمل امبلمنتيشن للفيتشر كويس. فللاسف هنضطر ان احنا نقيمه تقييم قليل. فسونيت 4 خلينا نديه هنا برضو 4 مثلا. لان كان فيه هنا بعض الايرورز كان المفروض مثلا يقول لي حاجه زي كده. جي بي تي 5 بالامانه يعني انا شايف ان هو ياخد 1 لان مفيش حاجه شغاله اصلا. احنا بندوس في الانبوت بيودينا لانبوت تاني خالص. تعالوا بقى نقيم. تعالوا بقى نقيم سونيت 4 وجي بي تي 5 على القدره انهم يسولفوا باجز. فانا اخترت باج بسيطه كده وهي ان بيقول هنا الترتيب بتاع الايتمز دايما بيبقى محطوط فوق الويدجت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو كده ادي السكشن كاتب ويدجتس الاول فالمفروض هي اللي تظهر قبل الايتمز بس مش هو ده اللي بيحصل. طيب تعالوا كده نشوف البج دي عملي. فادي كده دي مجموعه الايتمز وبعدين دي الويدجت. فلو احنا رحنا للكونفيجريشن هنا هتلاقي الجزء اللي هو السكشن اللي اسمه مونيتورنج اند اناليسيس ده في ويدجت الاول. يعني المفروض الكلوك هي اللي تظهر فوق وبعدين في الايتمز. فهي دي البج. فاحنا عايزين بقى ايه؟ نجرب نريسولف البج دي. قالوا بقى نكرر نفس الكلام مع جي بي تي اللي هو ده. فهنا برضو احنا حاطين هنا الويدجت بتاعت الكلوك الاول وبعديها الايتمز. فهنا الايتمز هي اللي ظهرت وبعد كده الويدجت. فدلوقتي بقى هناخد البج ديسكريبشن زي ما هي كده كوبي بيست. وبعدين هنعمل ايه؟ هنروح جايين اخدين الاول بس التايتل بتاعها وكمان هناخد الديسكريبشن بتاعها ونسيب الاتنين هما يشتغلوا بقى ونشوف النتيجة هتبقى عبارة عن ايه. قال له هنا I have this bug description so find the bug cause and fix it. هنعمل كده بيست للتايتل وبعد كده هناخد الديسكريبشن بالمنظر ده. لا سيبك من دي. ماشي. تعالى كده ناخد الكلام ده كوبي. برضو الكلام ده برضو معانا كوبي بالمنظر ده. وناخد كمان الجزء بتاع الكونفيجريشن اللي هو كاتبه نحطه برضو هنا في الكوماند بتاعنا بيست. ونفس الكلام تحت الجزء بتاع الكونفيجريشن اللي الراجل برضو كاتبه برضو هنعمل له بيست بالمنظر ده. واحنا اصلا كده كده عندنا ايه الكونف دوت يامل. هقول له هنا also refer to conf.yaml بالمنظر ده. هناخد الكلام ده كده برضو كوبي
احنا هنا مختارين ايجنت صح كده، وشغالين على كلود سونيت اللي هو الثينكينج. فاحنا كده تمام، يعتبر الكوماند ده بالنسبه لنا او البرومت ده جاهز. فاحنا هنقول send، ونيجي هنا للباشا ده برضو ونعمل نفس الكلام. هل هنا هو كاتب الconf دوت يامل الصح؟ ادي كده الconf دوت يامل اللي هو الفايل ده. برضو نفس الكلام هنا الميديوم زي ما احنا send. وتعالى نشوف هيقدروا او مين فيهم اللي هيقدر يسولف البج اللي اليوزر عمل لها ريبورت. وده ريل كيس سيناريو، يعني احنا بنحل فعلا بج هي مطلوبه، مش بنخترع بج من دماغنا. لان هو ده اللي احنا بنعمله كل يوم، يعني احنا يا بنسولف بج يا بناد فيتشر يا اما بنكسبلين كود او يا اما بنبرين ستورم ايدياز. فالمفروض ان احنا نتست المودلز دي في الريل كيس سيناريو، مهما كان المقالات بتقول ايه او مهما كان النظريات بتقول ايه، احنا عايزين نشوف الكلام ده على ارض الواقع. طيب جميل جدا كده، سونيت 4 يعتبر خلص. بيقول انا عملت سولف للبج، مديك بج اناليسيس، يعني هو بيقول لك ايه السبب اللي حصل وكانت الايشو فين. يعني هو قايل لك الفايل والله اللي اسمه سيكشن دوت فيو ده اللي كان فيه الايشو، ومينيمال سيلكت ده كمان كان فيه الايشو. ايه تاني بقى؟ هو عمل demonstrated fix، يعني هو ايه برضو عدل في الكونفيجريشن بتاعتنا هنا في الفايل ده. ماشي، على العموم احنا هنقول بالمنظر ده keep all، وتعالى نتست الكلام ده عملي. طيب احنا لما عملنا ريفرش بالنسبة لكلود هو طير الكونفيجريشن خالص، مش عارف ليه عمل كده. احنا هنعمل ايه بقى في الحالة دي؟ ساعتها هروح جاي اعمل له كده وهقول له الكونفيجريشن، اخد سكرين شوت وهقول له هنا الكونفيجريشن از بلانك فبليز فيكس ات. هقول هنا the page is blank please fix the configs probably. تعالوا نشوف ايه الدنيا. في اثناء ما كلود هيشتغل على الفيكس اللي هو الحاجات اللي بوظها، فجي بي تي 5 خلص. فتعالوا برضو نفس الكلام لجي بي تي 5 نقول له keep all، ونشوف جي بي تي 5 طلع لنا ايه. جي بي تي 5 للمفاجأة يعتبر عمل سولف للبج، يعني هو حل فعلا البج، وهنا جاب الويدجت الاول وبعديها الايتمز. طيب لو رحنا كده للكونفيجريشن، تعالى بقى نكبر بقى الكود ونشوف هنا الدنيا. ادي فعلا الويدجتس وبعديها الايتم، فهو قدر ان هو يسولف البج. طيب تعالى بقى نشوف هو عمل ايه بالظبط. هو قال انا عملت ابديت للسكشن، عملت ابديت للمينيمال سيكشن، برضو نفس الفايلات اللي ايه اللي قالها سونيت 4. وبرضو هنا عمل شويه ابديتس، يعني يعتبر قريب قوي من نفس الابديتس اللي ايه اللي كان عملها سونيت 4. بس سونيت 4 بوظ الدنيا، فلذلك جي بي تي قدر ان هو يسولف البج من وان شوت برومت، فلذلك جي بي تي 5 هنا يتفوق. طيب خلينا نكمل مع سونيت نشوف اخره ايه، يعني هو هيوصل لايه؟ هل هيقدر برضو يسولف البج ولا هيقعد يلف ويدور كتير؟ طيب جميل جدا، سونيت برضو قدر ان هو يسولف البج، كتب الويدجت اهو الاول وبعد كده اللينكات، فبرضو قدر يسولف البج. هنا بقى محتاجين علشان نقدر نقيم، يعني هو حتى الان هنا بقى محتاجين عشان نقدر نقيم، يعني يعتبر حتى الان هو جي بي تي 5 قدر يسولف البج من اول برومت، سونيت احتاج 2 برومتس. فتعالوا نشوف اللي تشينجز علشان نبتدي بقى نقيم مثلا الكود كواليتي. ممكن يكون الكود كواليتي فارقه هنا. انا هدوس كليك على ريفيو للتشينجز اللي هو عملها. هو غير في كومبوننت اسمه اللينك ايتم بالمنظر ده، وغير في الهوم سورس فيوز، وغير في المينيمال دوت فيو، يعني هو غير كمان في الفايل ده. وايه تاني؟ وغير في مينيمال سيكشن. وهنا دي الكونفيجريشن بتاعتي اللي ما كانش المفروض يلعب فيها، يعني هنا دي برضو غلطة من سونيت الصراحة. يعني ده بالنسبة لسونيت 4. تعالى نشوف جي بي تي 5 ايه اللي تشينجز اللي هو عملها. فتعالى كده ندوس ريفيو تشينجز. ده غير في لينك ايتمز. هل هنا ده برضو كان مغير في يبقى ادي كده لينك ايتمز هنا كان فيها مشكله، وهنا برضو دي كان فيها مشكله. طيب ايه بقى اللي تشينج؟ هنا هو حط كومنت فوق اللي تشينج، وهنا حط اف كونديشن بحاجه اسمها شود ايتمز ريندر فيرست. طب هنا يعتبر قريب برضو منه نفس الفكره. نرجع تاني جي بي تي 5 ونعمل سكرول، يبقى ادي كده لينك ايتمز كان فيها مشكله وعمل لها سولف. بس حاسس هنا الكود ممكن يكون معكوك شويه، يعني كان ممكن انها تتحل بشكل افضل. مش حاسس ان ده ممكن يكون حل افضل قوي يعني من شكل الكود. طيب نبص هنا
الباشا ده عمل ايه، هل برضه هو كمان كان عاكك ولا هو كان منظم شويه؟ لا، هنا الكواليتي بتاعه الكود حاسس انها افضل. ليه؟ لان انت هنا هو بيلعب مش عارف بالايتم اي دي، الويدجت اي دي اندكس، بعد كده هنا الايتم اندكس، بعد كده هنا عمل فول باك. فمش عارف، حاسس ان سونت ممكن يكون الكود كواليتي بتاعته اظرف شويه، اسهل للفهم ومنطقيه. طيب نكمل عادي زي ما احنا. عندنا هنا برضو المينيمال فيو، هنا برضو نفس الكلام. الباشا ده برضو هتلاقيه غير في المينيمال فيو، لا هو هنا غير سونت 4، غير في المينيمال فيو برضو نفس الكلام. يبقى الاتنين يعتبروا بصوا على نفس الفايلات. طيب غير هنا ايه؟ برضو عمل هنا زي فور لوب، وهنا في اف كونديشن. طيب لو رجعنا لجي بي تي 5، هنا should items render first، برضو حاسس في دوبليكيشن، هو عمل دوبليكيت للكود. يعني الكود ده احنا اصلا لسه شايفينه فوق، يعني لو عملنا سكرول فوق كده وبصينا كده هتلاقي هنا ايه؟ الكود اهو تاني في نفس الفايل اللي يعني ادي كده لينك ايتمز في الكود ده. لو عملنا هنا سكرول تحت فهنلاقي هنا في برضو دوبليكيشن. فككود كواليتي لا مش حاسس ان جي بي تي 5 قوي. طيب اخيرا هنا غير في اليوتيليتيز، تعالى كده نعمل سكرول تحت. لا هنا ما غيرش في اليوتيليتيز في سونيت 4. طيب الخلاصه، الاتنين يعني تعالوا بقى نرجع للتقييم بتاعنا بقى ونشوف هنديهم كام. الاتنين قدروا يسولفوا البج. جي بي تي 5 تفوق على سونيت 4 في حته سولف البج، بس احنا طبعا احنا بنتست على كود بيز يعتبر متوسط شويه. زائد كنا المفروض نتست مثلا باكتر من بج، بس انا مش عايز اطول ايه وقت الفيديو اكتر من كده. فجي بي تي 5 تفوق في سولفنج البج، تمام، فهو كده ياخد بوينت عن سونيت 4، لان سونيت 4 هو بوظ حاجه فاضطرينا ان احنا ندي سكند برومت. بالنسبه لي مش مشكله قوي، يعني انا مش مشكله قوي ان البج تتحل من اول برومت، هو ده البيست كيس سيناريو. بس لو تو برومتس ماشي، ثلاثه لا، هنا هنبتدي ايه يعني ندقق شويه. فهنقول ان جي بي تي 5 هنا تفوق. الكود كواليتي حاسس ان سونيت 4 ككود كواليتي هو افضل، فلذلك انا حاسس يعني ايه، يعني جي بي تي 5 كسب في حاجه وسونيت 4 كسب في حاجه. فخلينا نقول في سولفنج البج يعني هديهم نقط تعادل احسن، يعني مش هرجح حاجه عن حاجه، لان جي بي تي 5 هو عامل سولف البج من اول مره بمينيمال كود تشينجز. والدبليكيشن ده انت ممكن عادي، يعني انت ممكن تعمل ريفاكتور او ممكن حتى تسال الاي اي ان هو يعمل ريفاكتور، فدي ما فيهاش مشكله. سونيت اللي ازعجني منه بس ان انا ايه، اضطريت ان انا اديله برومت تاني زائد غير في الكونفيجريشن بتاعتنا. فاحنا هندي الصراحه للاثنين تعادل وهنديهم 3، وده برضه هنديله 3 بالمنظر ده كده. يبقى احنا كده القدره على سولفنج البج. طيب نيجي بقى للقدره على الريفاكتورنج، هل هيطلعوا لنا هنا كود كواليتي كويس؟ يعني هل سونيت 4 بيطلع كود كواليتي احسن من جي بي تي 5 ولا لا؟ علشان تبقى المقارنة عادلة ما بين كلود سونيت وجي بي تي 5، فاحنا هننقي فايل ما يكونش اتعدل عليه خالص قبل كده، وهنقول له ايه، ريفاكتور الفايل ده وفولو البيست براكتس. طب ايه الفايل اللي احنا هننقيه؟ احنا هننقي اللي هو الفايل ده اللي اسمه ايتم دوت فيو. انا ما اعرفش صراحه الفايل ده بيعمل ايه، ومش هتفرق معانا قوي ان احنا نعرف الفايل بيعمل ايه، بس دلوقتي احنا بقى ايه، بنقيم على الكود كواليتي، لان حته الريفاكتورنج دي مهم قوي ان هو يطلع لنا حاجه نظيفه. فتعالوا نكتب بقى البرومت بتاعنا ونشوف النتيجه ايه. طيب البرومت بتاعنا بقول له ريفاكتور الفايل ده وعايزك تفولو الفيو جي اس بيست براكتس. فيلا بينا نرن كلود سونيت ونرن جي بي تي 5، وفي الاخر نشوف بقى مين فيهم اللي قدر يعمل ريفاكتورنج بشكل كويس. طبعا احنا ملاحظين هنا ان كلود سونيت هو بيقسم الحاجات اللي هيعملها لمجموعه من التدوز. الصراحه يعني الفكره دي جميله جدا، ان هو بيبلان وبيوريك البلاننج ستيبس بتاعته. هنا طيب جي بي تي 5 يعني هو بيبلان وهنا هو بيقول انا المفروض هعمل ايه، بس برضه يعني انا حاسس ان انا تايه، محتاج ان انا اقرا التكست ده يعني وابتدي انا افهمه واحده واحده. فخلينا نسيب الاتنين لغايه لما يخلصوا ونشوف ايه اللي هيطلع لنا. على كده جي بي تي 5 خلص. فتعال نشوف بقى هو عمل ايه. هو قال لي هنا ايه، يعني اداني الكي تشينجز، قال لي ان انا حطيت حاجه اسمها تايبس وديفولت فور كذا كذا. عمل ريبليس لبعض الاوبجكتس، ماشي. عمل شويه تشينجز للستايل، عمل شويه تشيكات وخلاص.
ومستخدم الصراحه توكنز قليله يعني 9%. تعالى نشوف الباشا عمل ايه. هنزل هنا، هو اول حاجه غير دول، يعني شال البروبرتيز دي وحطها بايه، بالبروبرتي دي. طيب لو احنا عملنا سكرول تحت اللي هي للروبر كلاس، دي عباره عن كومبيوتد بروبرتي، فتمام صح، الله ينور، حلو، تشينج حلو مش وحش. طيب ايه تاني عمله؟ هو ساب لغايه دلوقتي كل ده ما فيهوش حاجه، كل ده ما فيهوش حاجه، الدنيا دي كلها زي ما هي. يعني هو ساب بقيه الكود هنا، حاسس ان هو سايبه خالص، يعني ما غيرش فيه اي حاجه. ماشي، هنقول ان ما فيش مشكله، نكمل. راح غير ده بس الاري، بس هو ده اللي عمله. ماشي، شكل حلو مش وحش، يعني هنا بقت اسهل لانها ان الواحد يقدر يريد القصه دي، فتمام، جود جوب. ايه تاني؟ هو نزل هنا في الايكون دي مجرد بس ان هو يعني عمل بريك داون، مش حاسس ان هو غير اي حاجه تاني خالص، فده يعتبر تشينج ملوش لازمه. ماشي. طيب هنا برضو هل غير اي حاجه؟ لا، ما غيرش اي حاجه. نسكرول هنا، نفس الكلام، ما غيرش اي حاجه، هو مجرد هنا عمل بريك داون، نفس الكلام، ما غيرش اي حاجه. طيب هنا مفيش اي حاجه اتغيرت تماما، هو مجرد بس عمل بريك داون. ماشي، هنا نفس الكلام، مفيش اي حاجه اتغيرت، كلها مجرد بريك داون. طيب ننزل نسكرول تحت، ايه اللي عملته انت هنا؟ ماشي، حطيت شويه ديفولت، تمام. وهنا ده اللي احنا شفناها، اللي تشينج ده ايتم كلاس ليست. ماشي، يعني انت غيرت اسم الفانكشن يعني، وغيرت مثلا بدل ده، ماشي تمام، جود جوب، مش هنقول برضو حاجه وحشه. تول تيب اوبشنز، ايه دي بقى؟ تول تيب اوبشنز، تعالى نعمل سكرول فوق. دي اضافه جديده من عنده غالبا، يعني صح كده؟ يعني هو غير بس اسم لا، حلو حلو، اضافه مش وحشه. هو هنا بدل ما هي فانكشن اللي هي جيت تول تيب اوبشنز، هو غيرها لحاجه اسمها كومبيوتد بروبرتي، فماشي. يعني كتشينج انا شايفه حلو جدا، يعني تو ذا بوينت. بس هو هنا عمل ايه؟ هو اخد الكود غالبا كوبي بيست من الفانكشن اللي اسمها جيت تول تيب اوبشنز اللي هي دي. يعني هو اخد الكود اهو بالمنظر ده كوبي، بعد كده قام راح طلع فوق عمل له بيست. طب حتى ما حاولش مثلا ان هو يغيره، او ان هو مثلا يحسن فيه، مش عارف، يعني كان المفروض يحسن فيه على الاقل يعني. طيب ايه تاني؟ ايه كومبيوتد ريل دي؟ برضو هنا ماشي، يعني هو اخد الكلام ده ورماه في فانكشن برضو تحت. فكاوفر اول، يعني كاوفر اول جي بي تي 5 عمل ريفاكتورنج، مش هنقول ان هو احسن حاجه ولا هنقول هو اوحش حاجه، بس حاجه وسط، يعني حاجه كويسه مش وحشه. ان هو يعني كبدايه، لان الواحد لو هيعمل ريفاكتورنج فهو تمام، فاحنا هنقول هنا كيب اول. انا بالنسبه لي انت كده ايه، بيرفكت. نشوف بقى سونيت ايه اللي عمله. تعالى بقى نفتح بقى سونيت، لان حاسس ان ايه، بص بقى سونيت عمل ايه بقى الباشا. راح عمل الاتي، هو عمل بروبرتي اسمها فاليديشن، وعمل اوبتمايزيشن باستخدام الكمبيوتر بروبرتيز. غير الاستراكشر بتاع الميثودز، وكمان غير نيمنج. والميزه هنا خد بالك، يعني احنا لو بصينا على جي بي تي 5 تحس ان الاوتبوت هنا انت محتاج تركز قوي في الاوتبوت وتشوف هو عباره عن ايه، لكن هنا لا، هنا الدنيا واضحه قوي. في هيدلاين بالمنظر ده، انت عارف هو عمل ايه، غير ايه. الدنيا واضحه، يعني انا شايف هنا كريدنج ريدابيلتي لا. تعالى بقى نقيم بقى الكود كواليتي، لان هو دلوقتي المفروض يعني ايه، ماشي، يعني كل الكلام ده جميل، بس في الاخر لو الكود كواليتي وحشه مش هنعمل بيه حاجه. طيب راح هنا اللي تشينج اللي عمله، غير برضو نفس الفكره دي، خلاها لكمبيوتد بروبرتي. برضو نفس الكلام هنا، ما حسيتش باي تغيير هنا، يعني يعتبر نفس الكلام اللي قريب من جي بي تي 5. ننزل نسكرول تحت، غير بعض الاستراكشر، مفيش مشكله. ايتم اوبن ميثود ايكون ده، ايه ده؟ هو عمل كومبوننت جديد ولا ايه؟ لا، ما اعتقدش ان هو عمل كومبوننت جديد، لا، ده لسه ستيل ذا سيم كومبوننت. ماشي. المهم غير هنا في بعض الاستراكشر بتاع ال HTML، او اللي هو بتاع التمبلت، يعني سينتاكس بتاع فيو جي اس. طبعا لو ما تعرفش فيو ما تشغلش بالك يعني بالقصه دي. نفس الكلام هنا برضو، يعني ايه، ما غيرش قوي في التمبلت ستراكشر. جميل قوي. اول حاجه هو يعني كتب كومنت كده، اكزامبل ازاي تستخدم الكومبوننت ده، فدي فكره حلوه مش وحشه. طيب اول حاجه بقى نلاحظها هنا، ان هو حط حاجه اسمها فاليديشن، فحلو، دي برضو فكره كويسه، علشان لما حد يجي يستعمل الكومبوننت ده يبازي البروبرتيز الصحيحه بالفاليديشن بتاعتها، فتمام، يعني جود جوب. ننزل نسكرول، ماشي، عرف هنا زي داتا. طيب هنا بقى عمل ايه؟ اخد
الفانكشن الكبيره دي اللي هي بالمنظر ده، وبعدين هو غالبا قسمها لفانكشنز صغيره. يعني هو مثلا ايه، ميك كولوم كاونت دي هو شالها خالص اصلا، لان هي فعلا يعني شكلها في مش اظرف حاجه يعني. طيب وبعدين هنا ايه، ابتدى يحط حاجه اسمها كولوم كاونت، وابتدى يعني اخد الويدز اللي هو ده. يعني هو كمان عمل لها ريفاكتور الصراحه، يعني هو عمل ريفاكتور للميثود دي بشكل هيبقى ايه، كالكوليت كولوم كاونت بيزد اون سيكشن ويدز. حلو قوي. يعني كمان حتى شرح لك الميثود بتعمل ايه، يعني هو غير الكلام ده شاله وشرح الميثود بتعمل ايه، فبرفكتو يعني. طيب نفس الكلام، تعالى نسكرول تحت. ابتدى هنا يضيف شويه بروبرتيز. اي حاجه صراحه انا شايف يعني من وجهه نظري معقده بيحط لك عليها كومنتات وبيغيرها للشكل الاظرف للقرايه. والله يعني حقيقي حقيقي كلام جميل جدا. تايتل اي دي مش عارف كونتكست، كل ده اوبتمايزيشن هو عامله برضه. نفس الكلام هنا برضه، غير الجزء بتاع اللي هو البارسنج ده، ويعني يعتبر بسط الكود شويه. تعال نسكرول برضه تحت، هستول تيب. ماشي، كل الايديتس دي جميله ما فيهاش مشكله. نسكرول نسكرول، كل دي فانكشنز ايه سمول بتعمل حاجه واحده بس. فالصراحه يعني هو ماشي على ان الكود يبقى كلين بشكل قوي. يعني لا، الفرق ما بين الكواليتي بتاعت الكود اللي طالعه من سونيت 4 عن جي بي تي 5، انا شايفها الصراحه لا يعني ككواليتي حلوه قوي. بس انا حاسس ببعض الدبليكيشن هنا. يعني هو نازل انت هنا يعني عامل هاندل اوبن موف ايتم منيو مثلا، وبعدين منادي على ميثود تاني. طب ايه لازمتها؟ ما هي ديفينيشن واحد وخلاص. فهو هنا حاسس ان هو عمل ايه، سنه اوفر انجينيرنج بس. يعني كبدايه او يعني قصدي ايه، كستارت ريفاكتورنج، وكان هو يجو ان ديبس كده ويديك كومنتات ويقول لك لا اعمل كذا، لا هنحط كذا، لا هنديفاين الفانكشن هنا. فيديو ان. فصراحه يعني الخلاصه، تعال نكيب اول الاثنين. يعني لو هنقيم كده الريفاكتورنج بالنسبه لسونيت 4 وبالنسبه لجي بي تي 5، الاثنين عملوا حاجات كويسه مش وحشه. ولكن جي بي تي 5 ما حسيتش ان هو راح ان ديبس قوي. هل مثلا كنا محتاجين نعلي الايفورت ان احنا مثلا نقول هنا لجي بي تي 5 بدل ما احنا شغالين على الميديم نشتغل على هاي؟ بس احنا يعني احنا ماشيين على كلام المقاله بتقول ان المفروض الميديم ده ان دي دوتي، وكمان احنا بنتكلم في فيو كومبوننت واحد 500 سطر، يعني احنا مش بنتكلم في حاجه كبيره. فانا صراحه لو هقيم جي بي تي 5، هل عمل الريفاكتورنج؟ عمل الريفاكتورنج. هل عمله باظرف شكل وبافضل شكل؟ لا، كان في حاجات كانت ممكن تتعمل بشكل افضل. غالبا انا حاسس ان جي بي تي 5 محتاج ان انت تديله برومتنج وتقول له يعمل ايه بالظبط. فصراحه هو في الريفاكتورنج ممكن نديله، مش عايز اظلمه برضه يعني، انا محتار من الرقم اللي المفروض اديهوله. قول مثلا 2.5 في الريفاكتورنج، لان احنا المفروض لو بنتكلم ريفاكتورنج المفروض ان هو يطلع كود بيرفكت يعني. فده جي بي تي 5. طيب سونيت 4، سونيت 4 اللي ضايقني منه ان انا حسيت ان هو عامل اوفر انجينيرنج في الجزء بتاع الميثودز دي. يعني انت ليه عامل القصه دي؟ يعني هاندل ايتم كليكت ذس دوت ايتم كليكت، طب ما نخلص بقى منها مره واحده. انا حاسس هنا ان هو عامل اوفر انجينيرنج. يعني هو هنا هاندل اوبن كونتكست منيو، بعد كده بينادي على فانكشن، الفانكشن دي اصلا مش موجوده. يعني لو احنا عملنا عليها سيرش اصلا مش موجوده. ثانيا انت ضفت فانكشناليتي احنا مش عايزينها. يعني انت ضفت بعض الفانكشناليتيز اللي من دماغك ممكن نكون مش عايزينها. فده يعتبر بالنسبه لي اوفر انجينيرنج. بس كاوفر اول الريفاكتورنج، وان هو يدي كومنتات كده ويشرح الكود واحده واحده ويقول لك احنا عملنا ايه، فاكيد طبعا هو يوين عن جي بي تي 5. ممكن نديله، خلينا نقول بفرق درجه مثلا، هنديله 3.5 صراحه. ليه؟ بسبب الاوفر انجينيرنج زائد الحاجات الزياده اللي هو عملها واحنا اصلا ما طلبناش. نيجي بقى للمقارنه اللي بعديها، وهي القدره على ان احنا نجنريت تيستس. مين فيهم افضل في ان هو يجنريت تيست؟ فاحنا هنرجع بقى تاني ونقارن. فتعالوا نختار كومبوننت كده بسيط. هنختار مثلا ايتم ايكون اللي هو ده عباره عن المفروض اف ايلس كونديشنز على ايكون تايب. انا هقول له هنا ايه، هقول هنا لسونيت، هقول له جنريت يونت تيستس للكومبوننت ده، وما ترنش اي تيست كومنتس. احنا عايزين بس ايه، نشوف بس التيست اللي هتطلع دي شكلها ايه. هل مثلا هو هيقدر يكفر الكيسز كلها ولا لا؟ ونفس الكلام لجي بي تي 5. يلا بينا ندوس انتر هنا وندوس انتر هنا ونسيب الاتنين يرنوا، وفي الاخر نشوف مين اللي هيطلع الريزلت الافضل.
طيب يعتبر كلود سونيت خلص، فتعال نشوف الريزلت اللي هو طلعها لنا كده. لو بصينا كده هو قال هنا ايه، ايتم ايكون سبيك دوت جي اس، ده الفايل اللي هو ايه كريته ماشي. هنا الميزه الصراحه في كلود سونيت ان هو ايه بيديك السمري، بيقول لك احنا عملنا ايه، احنا غيرنا ايه. فتعالى كده نروح على ادي سورس كومبوننت اندرسكور اندرسكور تيستس، وادي ال التيست فايل اللي هو عامل له جنريشن. هو هنا يعني كاتب لي بقى هو عمل ايه بالظبط. هو عمل الباس جنريشن، عمل لها تيست، اليو ار ال فاليديشن، الايمج ديتكشن، الايموجي هاندلنج. كل دي فانكشناليتي فين؟ في الراجل ده اللي هو الايتم ايكون. يعني انت بص از ايموجي، لا تمام، هنا في ايه فانكشن. وعمل ادفانسد فيتشر تيست برضه، فيفورت ايكون جنريشن، مش عارف ايه ماشي، كومبوننت بيهيفير تيست. يعني تحس ان هو ايه ايدج كيس اند ايرور هاندلنج. اوكي كمان ده عمل ايه ايدج كيس وايرور هاندلنج. ماشي. هو بيقول لك ازاي كمان التيست ده اتعمل له سيت اب، يعني هو اصلا معمول له سيت اب ازاي. طيب فالمهم احنا لو جينا هنا بصينا على التيست هتلاقيه يعني ايه فيري كومبريهنسيف، يعني في ديتيلز جامده. هنا الكومبوننت انيشاليزيشن عنده كوريكت ديفولت فاليوز. الايمج تايب ميثود ماشي، وماسك الميثود الواحده اللي هي دي مثلا بالمنظر ده، عمل لها تيست، ودي فيها كميه else if statements يعني لا بأس بها. فتعالى كده نشوف، يعني يعتبر مغطي. يعني ادي كده فونت اوسم، هتلاقي هنا ايه نفس الكلام، فونت اوسم ايكونز ماتيريال ديزاين، مغطي معظم الالس اف ستيتمنتس. ولو عملنا سكرول تحت هنلاقي هنا الايموجيز مش عارف ايه. يعني انا حاسس ان ده كومبريهنسيف تيست. ممكن اكيد طبعا هيبقى فيه بعض الاوفر انجينيرنج، لان مثلا يعني لو جينا بصينا هنا الكومبوننت انيشاليزيشن يعني ماشي تمام، يعني مش لدرجه ان احنا ايه نتست قوي الانيشاليزيشن الا لو كان في مشكله جامده يعني. فكاوفر اول يعني لو عملنا سكرول تحت تمام، التست كويس. حاسس ان هو بيكفر حتى معظم الكيسز، الايدج كيسز، الايرور هاندلنج، دي حاجات ما كانتش في بالنا اصلا. فطبعا احنا ايه لو من عاملين سيت اب لتست انفايرمنت فكنا هنرن الكود ده ونشوف التستنج عامل ازاي. بس احنا ايه يعني من النظره الاوليه كده تمام، هو يعتبر مغطي معظم الكيسز. اكيد طبعا هيكون في كيس او اتنين معمول لهم ميسنج، بس يعني من قرايه التيست ده لا تمام، هو باين عليه مغطي معظم الكيسز اللي في الكومبوننت ده بالنسبه لكلود سونيت. طيب جميل جدا، يعتبر كده جي بي تي 5 خلص هو كمان. طيب ايه بقى اللي حصل؟ تعالى كده نشوف. طبعا جي بي تي 5 استخدم جيست فريم ورك، وهنقول دلوقتي ايه القصه بتاعتها. برضو هنا عمل اللي هو الفايل بتاع ايتم ايكون دوت سبيك دوت جي اس. وتعالى نشوف كده برضو الاوتبوت بتاع جي بي تي 5. يعني هو بيقول لي انا ضفت ايه، الكيسز اللي انا عملت لها تغطيه ايه بالظبط ماشي، الايموجي والجليف ايكون، الفيفوريت ايكون، الكاستم فيفوريت ايكون، كل ده ما فيهوش مشكله ماشي. بس طبعا لو قارناه بالاوتبوت بتاع سونيت 4 لا، يعني الاوتبوت بتاع سونيت 4 هو مقسم لك، بيفهمك، بيقول لك انا عملت ايه بالظبط. بس ماشي ما علينا، هنمشي معاه للاخر وهنفترض ان الجزء ده ايه مش اظرف حاجه. طيب هنا بقى احنا بنتكلم في 127 سطر which is okay. طيب هنا كانت التستات قد ايه؟ انت هنا بتتكلم في 442 سطر، فغالبا اكيد هنا ده بيكفر حاجات تانية. بس هنا يبقى السؤال، هل احنا محتاجين نكفر حاجات او كيسز اكتر من الفايل او الجي بي تي 5 عمل لها كفر ولا لا؟ ده هيرجع لطبيعه الكومبوننت نفسه، واحنا عايزين نكفر ايه وما نعملش الكفر ليه. فلذلك الاستنتاج ايه؟ ان سونيت 4 راح اندبس قوي في القصه بتاعت يعني في الامبلمنتيشن بتاع التيست. طب جي بي تي 5 لا ما راحش اندبس قوي، هو ممكن يكون جاب بعض الكيسز البسيطه مثلا وايه وعمل لها تيستنج. فماشي تعال نسكرول كده ونشوف. هو كل ده بيتيست ان هو بيرندر كاستم فيفورت ايكون ماشي، يعني هو بس عمل تيستنج للريندرنج بس ما عملش مثلا تيست لايه. يعني انا حاسس ان التيست ده مش اقوى حاجه يعني ايتم ايكون. طب تعالى كده نبص على سونيت 4. سونيت 4 مهندل لك ايدج كيسز ان تكون اصلا انت بتبازي ايكون بروبرتي فاضيه، مهندل النل، مهندل الانديفايند يو ار ال. طبعا الكلام ده مش موجود اصلا في جي بي تي 5. عندك ايه تاني؟ مهندل حاجه اسمها السايز فاريانت. برضو الفانكشن اللي احنا كنا عايزين نتستال اللي هي بتاعت الاف else ستيتمنت اللي هي دي determine image type. تعال نشوف كده. هنا هو عمل لها كفر. هل هو هنا عمل لها كفر مثلا؟ لا، هو انت ريندر فونت اوسم
وخلاص بس وانتهينا على كده. يعني هو عمال يتست في ريندرز وخلاص. طب ماشي، يعتبر ايه شغال، مش حاجه وحشه. يعني هو هنا برضو ما هي دي التست بتاعت اللي هي determine image type. لو رجعنا هنا لسونيت is URL ميثود مثلا، هو عامل تيست على is URL ميثود. عندنا عامل تيست على الانفاليد يو ار الز. ف يعني ماشي. الخلاصه ان جي بي تي 5 ما راحش ان ديبس في التيستس، سونيت 4 راح ان ديبس وجاب يعني يعتبر كيسز هي ممكن ما تكونش في بالنا، وهندل الايرورز. وبس في حاجه كده انا حاسس ان الاثنين وقعوا فيها. يعني حاسس ان سونيت 4 وقع هو وجي بي تي 5. ايه هي الحاجه دي؟ لو رحنا على الدوكيومنتيشن بتاعت في جي اس ورحنا على التستنج وعملنا كده سكرول تحت، الا وهي التستنج فريم ورك. فهو هنا بيقول الريكومنديشن ان انتوا يا جماعه تستخدموا في تيست فريم ورك، اللي هي الفريم ورك دي اول لما تيجوا تعملوا تيستنج. بعدين هنا راح في كلمه الاذر اوبشنز كاتب هنا ايه جيست. يعني هو مديك اوبشن تاني اللي هي جيست دي بوبير يونت تيست فريم ورك، لو عايز تستخدمها استخدمها. بس احنا بنريكومند انك تستخدم جيست لو انت عندك اكزيستنج جيست تيست سويت. المهم يعني الخلاصه ان كان المفروض يعني اللي انا كنت متوقعه من الاثنين موديلز ان هو يستخدم في تيست، بس ما حدش فيهم استخدمها. يعني لا ده استخدمها ولا ده التاني استخدمها. فلذلك ده معناها ايه؟ ان انت لما بتسيب الاثنين موديلز كل واحد من دماغه، فهو غالبا بياخد اي ديسيجن وخلاص من دماغه او بناء على الداتا اللي هو عمل لها ليرنينج. فماشي يعني مش هحاسبهم عليها، بس الاثنين يعتبروا ايه وقعوا في القصه دي. الاثنين استخدموا جيست. ماشي. فنرجع بقى للتقييم بتاعنا. سونيت 4 راح ان ديبس، عمل كفر ل ايدج كيسز لايرور كيسز، ورانا السمري يعني وضح لنا الدنيا. فياخد 4 بجداره في القصه دي. بقى دي كده سونيت 4 اخد مننا 4. طيب جي بي تي 5 ما راحش ان ديبس، عمل جاست يعني اللي هو كيسز بسيطه خالص. فنديله كام؟ ده اللي انا بحتار فيه الصراحه، لان جي بي تي 5 يعني هو في نفس الوقت تحس ان هو ايه بيديك الاوتبوت وفي نفس الوقت ما بيديهولكش، فتحس انك واقف في النص كده. يعني هو بيبتدي يشتغل كويس بس بعد كده يروح جاي واقف. فانا برضو مش عايز اظلم الصراحه الموديل ده، لان هو هنيجي في البرايسنج هيكتسح. فخلينا نقول هنديله برضو 2.5. يعني انا هديله الصراحه 2.5 برضو جي بي تي 5. والسبب لان كانت التيست كيسز بتاعته سطحيه، يعني ما حسيتش ان هو راح ان ديبس قوي. طيب نيجي بقى لنقطه البرايس، وهي دي النقطه اللي يعني جي بي تي 5 متفوق فيها الصراحه. بص كده معايا، لو رحنا على كيرسور بالمنظر ده هتلاقي عندي هنا بيقول لي ان انا اليوزج ليميت بتاعي قرب. تمام. طب ايه السبب؟ لان انا بستخدم كلود سونيت 4. طيب كلود سونيت 4 وكمان السينكينج سعره غالي. طب انا عرفت منين الكلام ده عن جي بي تي 5؟ لو جينا بصينا كده على ال ام ستاتس، الموقع ده حلو قوي. لو عملنا كده سكرول على الجزء بتاع البرايس اناليسيس، فهو لو بيقارن ما بين كلود سونيت 4 وجي بي تي 5 على مستوى التوكنز. لان احنا اتفقنا بقى التوكنز اللي هي ايه، ان انا لما بكتب برومت وبيرجع لي اوتبوت، ده مجموع الكونتكست ويندو، او هو ده كل التوكنز سواء انبوت او اوتبوت يعني. خلاص. فهو هنا الانبوت اللي هو ايه اللي انا بكتبه. فانت لو بصيت على كلود سونيت ال 1 مليون ب $3. طب جي بي تي 5 ال 1 مليون بدولار و25 من 100. يعني هو وصل لنص، يعتبر اقل من نص ايه الانبوتس توكنز. فبالتالي جي بي تي 5 كسبان في السعر. طيب ايه تاني؟ الاوتبوت توكن. هنا سونيت 4 ال 1 مليون ب $15. طب هنا ال 1 مليون ب $10. ففي فرق، في فرق. احنا بنتكلم في $5. ف يعني جي بي تي 5 يعتبر على مستوى البرايسنج بيرفكتو، يعني هو هيبقى كسبان. طيب ايه تاني؟ لو جينا برضو بصينا هنا على الموديل برايسز، يعني في موقع اسمه artificialanalysis.ai وعملنا سكرول تحت كده بالمنظر ده، فين البرايسنج؟ رحنا كده على برايس، تعال نعمل سكرول، ادي هو بالمنظر ده. يعني لو جينا بصينا طبعا منطقي يعني ان يبقى كلود سونيت 4 هو ضارب في السماء، ده الطبيعي. جيميناي 2.5 برو بعديه بيجي في المركز اللي بعده. بعدين بيجي معانا ايه جي بي تي 5 في الانبوت والاوتبوت برايسز. فهو يعتبر يعني من ارخص المودلز. زائد احنا لسه يعني لغايه دلوقتي ما نعرفش كيرسور هيحاسبني ازاي على حته البرايسنج.
بتاع جي بي تي 5، بس غالبا المفروض هيبقى ارخص. لان عايز اقول بس ملحوظه بسيطه، مؤخرا كيرسور يعني عدل في الاسعار وغير في حاجات كتير. فهو مثلا بيقول لك دي البلان اللي انا عليها ال $20 بالمانث مديك 225 ريكوست لسونيت 4 بس، وده قليل جدا يعني، لو في الشهر ده قليل جدا جدا. فهل مثلا لما هيضاف جي بي تي 5 هل مثلا احنا هنا ممكن نتوقع ضعف الريكوستات؟ برضو معرفش. فلو هنقيم على مستوى السعر يعني definitely جي بي تي 5 هي وين 5/5. سونيت هنا للأسف لا، يعني سعره غالي سونيت 4، بس هو يستحق الصراحة، يستحق. يعني لو انت كشركة او خلينا نقول لو انت كفرد ومعاك المقدرة المالية لانك تدفع في حاجة زي دي، لا يعني دوس سونيت 4. احنا كمان بالمناسبة ما قارناش، يعني حتى احنا ما قارناش جي بي تي 5 مع السمارتر موديل اللي هو الاذكى بقى من انتروبيك اللي هو اوبس 4. ده احنا اصلا ما جيناش جنبه، احنا كل ده بنلعب في سونيت. وكمان اصلا اوبس 4 نزل منه ابديت اللي هو 4.1 وده برضو اذكى من 4. يعني ده اعلى موديل المفروض في الكودينج يعني بوقت تسجيل الفيديو ده، وممكن شركه انتروبيك تنزل حاجه جديده او اي شركه تانية. فلذلك لو رجعنا للبرايسز بتاعت كيرسور، يعني لو انت معاك المقدره الماليه هقول لك انك ممكن تابجريد لهنا لل $60 بالمانث، او حتى الالترا دي بتديك بقى ايه، يعني اللي هو واحد بيقتل فعلا الاي اي ايجنتس والاي اي كودينج. فلو رجعنا للمقارنه يبقى كده جي بي تي 5 5. سونيت غالي اي نعم، الكواليتي بتاعته عاليه، فهنا احنا ممكن نديله مثلا 1.5، لان هو يعني لو واحد ليميتد ببادجت فهو هيخلص البادجت بسرعه. لكن لو احنا كشركه صراحه انا شايف ان احنا المفروض ننفست في حاجه زي دي. طيب كده بقى التوتال كام؟ فكده بالنسبه لنا كلود سونيت يعتبر اخد 30 ونص، وجي بي تي 5 اخد 23. جي بي تي 5 الصراحه ابتدى بدايه قويه ان هو طلع السنيك كيم وبتاع، انا كنت متحمس جدا، بس بعد كده احبطني يعني، هو مع الوقت الصراحه يعني جاب لي احباط. طيب الخلاصه، معاك فلوس، عايز كواليتي عاليه، عايز حاجه تريح دماغك من الايشو اللي انت بتحلها، طبعا هتروح لسونيت 4. فلو انت بتحل حاجه كومبلكس، حاجه معقده، انا شايف من وجهه نظري ما اقعدش اضيع وقتي مع جي بي تي 5. حتى الهاي ايفورت موديل منه لا، انا شايف ان انا استخدم ممكن سونيت 4 او حتى اوبس 4.1 لان هينجزني. فيبقى انت لو محتاج وقت، محتاج حاجه تسولف الكومبلكس بروبلم، طبعا جو لسونيت 4. طيب جي بي تي 5 للحاجات البسيطه، للحاجات السهله، اللي هو مثلا يعني خلينا نقول ممكن حاجه مثلا زي الانلاين اديتنج، ان انا مثلا عايز اعمل كده انلاين اديتنج، صراحه ممكن جي بي تي 5 يبقى كويس جدا معاك يعني في القصه دي. هو في الحاجات البسيطه السهله غالبا هينجزنا. وممكن كمان تديله بعض الحاجات المعقده، بس هتبقى محتاج تكتب برومتنج بشكل اوضح علشان يقدر يفولو الانستراكشنز بتاعتك بشكل كويس. انا بالنسبه لي الديلي درايفر بتاعي او الموديل اللي انا هستخدمه كاحمد كل يوم صراحه هو سونيت 4، سواء بسينكينج او من غير. ونادرا لما هستخدم جي بي تي 5، يعني ممكن انا استخدم جي بي تي 5 ان هو مثلا ايه يشرح مثلا الكلاس ده، او يشرح حاجه، او يعمل حاجه انا عارف ممكن تتعمل ازاي. يعني من الاخر انا مش هقول ان جي بي تي 5 وحش، لان السعر بتاعه بالنسبه لي مغري. يعني هو اخد 5/5 في السعر، فهو السعر بتاعه بالنسبه له مغري بالنسبه لي يعني. فلذلك انا هستعمله في الحاجات البسيطه السهله اللي مش محتاجه حاجه كومبلكس قوي، مش محتاجه تعقيدات. ممكن كمان استخدمه مثلا ان هو يبقى عامل زي بول ريكوست ريفيور بالنسبه لي، ان انا مثلا اكتب شويه كود بدل ما استهلك من سونيت 4 والقصه دي، لا اقول له مثلا انت ايه اعمل ريفيو. يعني هتبقى حاجات بسيطه مش حاجات قويه قوي، لان ما حسيتش ان جي بي تي 5 قدر ان هو يجنريت الحاجات القويه. وفي النهايه في الاخر مش كل كيس انت شغال عليها او مش كل مشكله انت شغال عليها تروح تجري على طول للاي اي وتقول له روح حلها لي. لو انت عارف حل المشكله، لا على طول روح انت اعمل الامبلمنتيشن وخلي الاي اي بيساعدك عشان ما تضيعش وقت كتير. الحاجات مثلا اللي هي البويلر بليتس او الاكواد اللي هي متكرره او اللي انت عارف هي هتتكتب ازاي، خلي الاي اي هو يكتبها لك، يوفر من عليك وقت. واخيرا اي موديل هيظهر جديد او اي موديل يتقال عليه ان هو اقوى واحسن موديل واسرع موديل واحنا خلاص هنعمل عليه سويتش، انا نصيحتي دايما جرب الحاجه دي بايدك. يعني جرب كده الكيسز دي، شوف انت مثلا يعني مثلا اشتغل بجي بي تي 5 مثلا لمده يوم يومين، شوف ايه الريزلت بتاعته. لان ماشي يعني كل الريسيرش هنا بتقول ان الجي بي تي 5 الذكاء بتاعه قريب من سونيت 4، بس من اللي احنا التست اللي احنا عملناه لا، يعني كان الوضع مختلف تماما. وبرضو انا في نقطه مستفزاني، ان ليه كيرسور يعمل الديفولت موديل بتاعهم
ان هو يبقى جي بي تي 5. معرفش هل مثلا شركه اوبن اي اي ممكن تستحوذ على كيرسور، معرفش، انا معرفش المعلومه دي، لان كان المعتاد ان كيرسور دايما هو وشركه انتروبيك الاثنين كانوا يعني زي الفل. لذلك حته ان احنا لما نشوف اي اعلان لاي موديل جديد وهو ده اجمد موديل والموديل اللي ما حصلش منه، لا اهدى شويه، اصبر، ممكن الموديلز دي ما تبقاش افضل حاجه. دي نقطه تانية برضو حابب ان انا منشنها، ان ممكن بوقت تسجيل الفيديو ده وبوقت التست اللي احنا عملناها جي بي تي 5 ممكن ما يكونش افضل حاجه، ممكن قدام يحطوا له تحسينات يبقى افضل، ده شيء وارد. فلذلك فكره ان لما موديل يظهر، انا رايي الشخصي تصبر عليه شويه، تسيبه ينضج شويه كده مثلا، يعني اديله اسبوع ولا حاجه، وبعدين روح انتنسيف تيست ليه. لكن لو عايز تلعب معاه زي ما احنا عملنا كده فماشي، اتس اوكي، اول لما يظهر على طول جربه على طول، ما فيهاش مشكله. بس يعني سيب الموديل ينضج شويه، سيب التولز زي بتاعت كيرسور والناس دي انهم يعملوا انتجريشن مع الموديل بشكل افضل، بحيث ان يطلع لنا اوتبوتس ايه احسن زي ما احنا شفنا مع بعض في سونيت 4. لو حابب نشوف مقارنات شبه اللي احنا عملناها دي، سيب لي كومنت في الديسكريبشن وقول لي حابب نقارن ايه بايه. ولو المقارنه دي كانت طويله شويه، فانا صراحه كنت عايز يعني لا اجو ان ديبس واشوف فعلا هل المودلز دي تستحق ولا لا، يعني هل الموديل بتاع جي بي تي 5 ده يستحق ولا لا. فسيب لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تشترك في جروب التليجرام بتاعنا، لان ده اللي هيبقى عليه لو اي حد عايز يسال اي سؤال يقدر يتواصل معايا، او لو عندك اي اقتراحات لاي كونتاكت جديد. وما تنساش تشير الفيديو ده لو حسيت ان ممكن في حد يستفاد منه، او يوفر وقت على اي سوفت وير ديفلوبر تاني. بس واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.